علم اجتماع. الباب التاني علم اجتماع بيتكون من 4 فصول. عليه كام سؤال؟ 10 أسئلة. عليه كام سؤال يا شباب؟ عليه كام سؤال؟ 10 أسئلة، خلي بالنا. طيب، الباب التاني في علم الاجتماع بيتكون من 4 فصول. أول فصل اسمه علاقة علم الاجتماع بالعلوم الأخرى. تاني فصل اسمه الثقافة. تالت فصل اسمه العمل التطوعي. رابع فصل اسمه العمل الحر. تمام كده؟ طيب، كل فصل كم سؤال؟ تعالوا نشوفهم بالترتيب. أول فصل معانا أو أول درس هو علاقة علم الاجتماع بالعلوم الأخرى، وده منه سؤال واحد إن شاء الله. السؤال هيبقى عبارة عن فقرة أو عبارة بتشير إلى علم معين من العلوم المرتبطة بعلم الاجتماع. تمام كده؟ طيب، إيه هي العلوم المرتبطة بعلم الاجتماع؟ عندي حوالي 6 علوم. علم الاجتماع، علم الفلسفة، الأنثروبولوجيا، علم النفس، الاقتصاد، والسياسة. تمام كده؟ تاني، علم الاجتماع، الأنثروبولوجيا، علم الاجتماع وعلم النفس، علم التاريخ، علم السياسة، وعلم الاقتصاد. طيب، تعالوا نشوف كده الأول علم الفلسفة وعلم الاجتماع. طيب، أنا هقول لكم كل واحدة كده شرح ونشوف المفاتيح بتاعتها. الفلسفة وعلم الاجتماع. الفلسفة بتتكلم في إيه؟ الفلسفة دايما بتتكلم في الواقع ولكن بناحية مجردة. يعني إيه؟ يعني الفرق بين الفلسفة والعلم بشكل عام كده إن العالم بيحتاج لوقائع وظواهر محسوسة، وبيرتبط عنده بأرقام. الدنيا بترتبط عنده بأرقام، بيوصف، بيحلل الظواهر. دايما بيحتاج الأرقام، يعني دايما بيحسب بأرقام ويشوف نسبة كام ونسبة كام. ودايما بيبحث عن السبب المباشر للظاهرة بس وخلاص. يعني مثلا الجريمة يقولك البطالة، إنما هنا الفيلسوف ما بيعملش كده. الفيلسوف بيحاول ان هو يوصل لحل لكل المشاكل الموجوده في الواقع، تفسير لكل الظواهر الموجوده في الواقع. يعني مثلا البطاله وعلاقتها بالجريمه وعلاقتها بالادمان وعلاقتها بالفقر وعلاقتها بالسياسه وعلاقتها بكل ده. ايه المبدأ؟ ايه الفكره اللي ممكن تفسر لنا كل المشاكل اللي عندنا في المجتمع؟ ده الفيلسوف، وده بمنتهى البساطه الفلسفه. فاحنا لما نشوف اي حاجه لها علاقه بالتأمل والتحليل والنقد، فلسفه. تجريد، درجة عالية من التجريد، ان انا بحاول ان انا اوصل لمبدأ عام وكلي ليفسر الواقع، فلسفة. طيب، عشان كده نقدر نقول الفلسفة ايه هي المفاتيح اللي نقدر نختارها من خلال علم الفلسفة. لو اتكلمنا عن علم تأملي عقلي بيدرس الواقع المجرد والمثالي، مجردات، ظواهر معنية مجردة، نظرة عامة شاملة، دراسة كلية شمولية، دراسة مجريات الكون، فهم الحقيقة في صورة كلية، أصل الكون، أصل الأشياء، مبادئ ما وراء الطبيعة، ربط مجموعة ظواهر لتفسير الحقيقة الكلية. ده كده علم الفلسفة. تمام. طيب، انما اللي بيدرس الوقائع والبحث عن الاسباب المباشره يبقى ده مين؟ علم الاجتماع. يبقى خلي بالك، ممكن يجيبها لك كده بس ممكن تيجي بدل ما يجيبها فلسفه يبقى يجيبها ايه؟ علم اجتماع. طيب، تعال نشوف الانثروبولوجيا. ايه هي الانثروبولوجيا؟ صلي بينا على النبي. الانثروبولوجيا ديت هو علم دراسه الانسان، بيدرس الانسان البدائي او بيدرس الانسان بكل ثقافاته. الثقافه يعني العادات والتقاليد وطريقة اللبس وطريقة الأكل وطريقة الكلام والهزار والطقوس، كل دي. عشان كده المجتمعات الصناعية والحديثة، المجتمعات الكبيرة، ما فيهاش الكلام ده. العادات والتقاليد والقيم والطقوس والكلام ده مرتبطة أكتر بالمجتمعات المحلية الصغيرة، زي الأرياف، زي البدو، زي القبائل. هم دول اللي عندهم يعتبر عادات وتقاليد كتيرة جدا جدا، وطقوس كتيرة، وثقافات وطريقة أكل وطريقة لبس مختلفة مميزة. كل ده بيدرسها علم الأنثروبولوجيا. عشان كده علم الأنثروبولوجيا نختاره امتى؟ لو اتكلمنا عن الحياة البدائية، الإنسان البدائي، خلاص، الحياة المنعزلة، المجتمع المنعزل، المجتمع البدائي، المجتمع البسيط، العادات، التقاليد، الغرائب، الظروف الحياتية في المجتمعات المنعزلة البعيدة، الأنماط السلوكية، ملامح وشكل الإنسان وتشريح أعضاء الجسم والجانب الفيزيقي. كل ده أنثروبولوجيا. ولو اتكلمنا برضو عن طريقة دراسة المجتمع من خلال المعايشة، يعني يعيش في وسط المجتمع، يبقى ده مين؟ أنثروبولوجيا. المعايشة يبقى ده مين؟ أنثروبولوجيا. طب علم النفس، طبعا علم النفس عارفي بيدرس الإنسان، الفرد، القلق، الاكتئاب، التوتر، الحالات السلوكية بتاعة الإنسان الفرد. في علم النفس بيدرس الأحاسيس، العواطف، الانفعالات، المشاعر، الدوافع، الإدراك، التعلم، الاضطرابات النفسية والعقلية، وبيقدم حلول على المستوى الفردي. وفرق ما بين علم الاجتماع، إن علم الاجتماع بيدرس المجتمع، مشكلات المجتمع، بيقدم حلول على مستوى المجتمع، بيدرس تأثير المجتمع على الشخصية. طيب،
بيلتقي علم النفس بعلم الاجتماع من خلال حاجه اسمها علم النفس الاجتماعي، من خلال حاجه اسمها علم النفس الايه الاجتماعي. طيب علم النفس الاجتماعي ده بيعمل ايه؟ بيهتم بالوضع الاجتماعي الذي يشغله الفرد، دراسة الموقف الاجتماعي الذي يحدث فيه سلوك، تأثر الإدراك بالموقف أو السياق الاجتماعي، العلاقة بين الامتثال والإدراك. يعني ايه الكلام ده كله؟ بصوا بقى، علم النفس الاجتماعي ده هو علم بيدرس العلاقة ما بين كذا حاجة، ازاي الوضع الاجتماعي بيأثر على شخصية الفرد او سلوك الفرد. بمعنى ان مثلا واحد صاحبك كان لذيذ ولطيف وجميل ومش عارف ايه، وفجأة مثلا بعد ما لقى كنز فلوس اتغير عليك وبقى بيتنك عليك. يقول لك ايه؟ الفلوس بتغير النفوس. المثيرات الاجتماعية، الوضع الاجتماعي بيغير في سلوك الفرد او بيغير فين؟ في شخصيته. وده احنا بنضرب مثال كده لطيف بس بنهزر عليه، وفعلا ده بيحصل في الواقع. الفرد مننا مثلا لما بيكبر شوية ينضج شوية بيدخل الجامعة، تفكيره بيتغير، سلوكياته بتتغير، شخصيته تعتبر بتتغير شوية. وبعد ما يدخل الجامعة مثلا يتجوز ويخلف برضه شخصيته بتتغير، صفاته بتتغير، سلوكياته بتتغير، بتتعدل شوية. تمام؟ اذا الوضع الاجتماعي بيأثر فين؟ في سلوك الفرد. ده مين اللي بيتكلم فيه؟ علم النفس الاجتماعي. طب ايه تاني؟ العلاقة بين الامتثال والإدراك. العلاقة بين الامتثال والإدراك يعني ايه؟ يعني ان احنا إدراكنا يكون عن طريق الامتثال للموقف الاجتماعي. بمعنى، ودي هتلاقيها مثلا موجودة عندك في كتاب اسمها سولومون اش، أدرك إن يعني قال إن في علاقة بين الامتثال والإدراك أو العملية السيكولوجية الإدراك تتأثر بالموقف أو السياق الاجتماعي. يعني إيه؟ يعني إحنا بندرك على حسب الموقف والسياق الاجتماعي. طيب الكلام ده برضو معناه إيه؟ يعني مثلا لو أنا في فصل ومجموعة الفصل أو مجموعة الطلبة في الفصل اتفقت مع كل طلبة، مجموعة الطلبة أو معظم الطلبة أو كل الطلبة إن هم هيجاوبوا إجابة معينة. خلاص؟ طيب وسألت سؤال مثلا 5 في 6، تمام كده، أو أي سؤال معين. خلاص؟ المهم إن إجابة السؤال ده أنا اتفقت مع معظم الطلبة إن هم هيجاوبوا إجابة معينة. خلاص؟ ودخل الفصل واحد غريب جديد، طالب جديد غريب ما يعرفش الاتفاق اللي بيني وما بين الطلبة. تمام؟ وسألته نفس الإجابة. تمام؟ ولو جاوب إجابة مختلفة، تمام، على حتى لو كانت صح، تمام كده، هيدرك ان هو صح. تمام؟ بس لو لقى معظم الطلبة بتجاوب إجابة مختلفة أو كل الطلبة بتجاوب إجابة مختلفة أو الإجابة اللي أنا قلت لهم عليها، هيدرك الإجابة اللي أنا قلت لهم عليها هي دي الإجابة الصح، على الرغم إن هو ممكن ما يكونش مقتنع قوي. طيب ليه؟ علشان هنا الإدراك بيتأثر بالموقف الاجتماعي. تمام؟ اللي احنا بنسميها كده في المفهوم العام سياسة القطيع. خلاص؟ أنا بأدرك إن ده صح أو غلط على حسب المجموعة اللي أنا فيها. لو المجموعة أدركت إن ده صح فهو صح، لو أدركت إن هو ده غلط أنا بترجم إن هو غلط. طيب ليه؟ عشان أنا بحس إن أنا لو أنا مختلف عن المجموعة يبقى أنا اللي فيها حاجة أنا اللي فيها مشكلة. ده اللي بيقوله علم النفس الاجتماعي، أن الموقف أو السياق الاجتماعي يؤثر في الإدراك، علاقة بين الإدراك والامتثال. تمام كده؟ طيب تعالوا نشوف العلم اللي بعد كده، علم التاريخ. إيه علاقة علم الاجتماع بعلم التاريخ؟ بص، علم التاريخ هو بيدرس كل الوقائع والأحداث اللي حصلت في الماضي. تمام كده؟ بس الفكرة إن علم التاريخ بيدرس كل حدث لوحده هو حصل ليه. تمام كده؟ يعني مثلا حرب أكتوبر إيه أسبابها؟ الحملة الفرنسية إيه أسبابها؟ الاحتلال الإنجليزي، تمام، نتائجه وأسبابه، كل حدث فرد لوحده. طب ده علاقته بعلم الاجتماع. علم الاجتماع بقى يجي يشوف، خلاص، كانت في مثلا حرب اكتوبر، وكانت في حرب 67، وكانت في حرب مش عارف الكويت، ما بنتكلمش عن حروب اللي دخلتها مصر، بنتكلم عن حروب بشكل عام، وحرب كذا وحرب كذا وحرب كذا وحرب كذا. تمام؟ كل الحروب بقى اللي حصلت دي كلها اللي ذكرها المؤرخين والتاريخ، عايزين نعرف ايه اسبابها. فعلم الاجتماع او باحث الاجتماع وعالم الاجتماع يحاول بقى يجمع ويشوف الاسباب المشتركة ما بين كل الاحداث اللي حصلت في الحروب دي كلها، ويقدر يطلع بأسباب عامة مشتركة هي دي أسباب الحروب. تمام؟ عشان كده بنقول في علم الاجتماع بيبحث عن الأنماط المتكررة. يعني ايه الأنماط المتكررة؟ يعني الأسباب المشتركة ما بين الأحداث. خلاص؟ طيب
عشان كده بنقول ان ليس من الصعب التفرقه بينهم على المستوى النظري. خلاص احنا عرفنا على المستوى النظري التاريخ بيدرس الماضي، الحالات الفريده، الاحداث الفريده، القديمه، الماضيه، السابقه، حروب، ثروات، جرائم في فتره زمنيه سابقه. تمام. الظواهر اللي بتحدث مره واحده ولا تتكرر في السابق في الماضي. دراسه الحالات الفرديه من السلوك الانساني دون الاهتمام بعوامل تكرارها. انما بقى انماط التكرار والظواهر المتكرره مين اللي بيدرسها؟ هو عالم الاجتماع. تمام كده؟ وضحت؟ طيب الجزئيه اللي بعد كده علم السياسة. بيرتبط علم الاجتماع بعلم السياسة. علم السياسة بيدرس ايه؟ بيدرس الإدارات الحكومية، العلاقات الخارجية، النظم السياسية، النظم السائدة في المجتمع. إنما علم العمليات اللي بتحصل داخل الحكومة أو الجهاز الحكومي، يعني كل حاجة مرتبطة بالدولة والحكومة. أما علم الاجتماع بيدرس كل النظم اللي موجودة في المجتمع بما فيها الايه؟ الحكومة. يعني مش أي عبارة فيها حكومة يبقى ده سياسة، لا، ما ممكن يقول لك علم بيدرس كل الأنظمة وكل العمليات اللي بتحصل في المجتمع بما فيها العمليات اللي بتحصل داخل الحكومة. يعني العلم اللي أشمل من ده يبقى ده علم الاجتماع مش السياسة. إنما لو اتكلمنا في العلم اللي بيدرس الحكومة بس أو الأجهزة الحكومية بس أو الأجهزة السيادية بس أو عنصر القوة بس يبقى هو علم الإيه؟ السياسة. لو اتكلمنا عن عنصر القوة خلاص. طيب أو السلطة. تعال نشوف بقى علاقة علم الاجتماع بعلم الاقتصاد. طب ايه هو علاقة علم الاجتماع بعلم الاقتصاد؟ علم الاجتماع وعلم الاقتصاد هو بيقول الاتنين شبه بعض، بحيث ان الاتنين بيدرسوا الانساق والانساق الفرعية. يعني ايه؟ فاكرين كنا بنتكلم في النظريه البنائيه الوظيفيه، وبتقول ان النظريه ديت ان المجتمع عباره عن انساق وانساق فرعيه واجزاء متداخله، وان هي عامله زي العربيه، والعربيه عباره عن زي العربيه بالظبط عباره عن انساق. خلاص، نسق القياده والمحرك والبنزين والوقود، وكلهم اجزاء كل واحد له وظيفه، ولكنهم بيكملوا بعض علشان العربيه تمشي وتقوم. طيب إذا هنا احنا عندنا نفس الكلام علم الاجتماع ينطبق عليه علم الاقتصاد. علم الاقتصاد بيتعامل مع نظام الاقتصاد على انه انساق وانساق فرعيه. خلاص، فاحنا عندنا مثلا نسق الانتاج بداخله نسق الصناعه والزراعه ونسق التجاره. تمام، كل ده انتاج. ما هو الانتاج في انتاج زراعي، في انتاج حيواني، في انتاج صناعي. تمام كده، وفي انتاج تكنولوجي مثلا. خلاص، اذا في هنا نسق زي نسق الانتاج جواه انساق فرعيه. تمام كده. نفس الفكر علم الاجتماع هو نفس فكر علم الاقتصاد في حته ايه؟ تناول الانساق والانساق الفرعيه. تمام كده. طيب زي مثلا الاقتصاد يشتمل على قطاعات اقتصاديه زي البورصه والزراعه والصناعه والتجاره. علم الاجتماع ينسق ايضا ويشتمل على انساق فرعيه كل اجزاء المجتمع زي النسق الريفي والاجتماعي والتربوي والطبي. خلاص، فالعلاقه بين الاجزاء والاعتماد المتبادل بين الدول برضه نفس الفكره موجوده عند الاثنين. طيب في فرق. خلي بالك ان الاتنين بيستخدموا البيانات الرياضيه والارقام والاحصائيات في التحليل. طيب في فرق ان علم الاقتصاد، النقطه الوحيده ان علم الاقتصاد بيهتم بكيفيه توزيع الجامعات الكبرى لتوزيع ثرواتها. اما علم الاجتماع بيهتم ازاي الجامعات الكبرى او الدول بتوزع ثرواتها وسبب التوزيع. وحته طريقه التوزيع ديت هي مرتبطه بنظامين: نظام راس مالي ونظام اشتراكي. يعني علم الاقتصاد بيقول ان الدوله دي نظام اجتماعي اشتراكي، الدوله دي نظام اقتصادي راس مالي. ديت بتتعامل بطريقه راسماليه ودي بتتعامل بطريقه اشتراكيه، عفوا. خلاص. طيب اما علم الاجتماع يقول لك يعني ايه بقى طريقه راسماليه ويعني ايه طريقه اشتراكيه وايه السبب وكانت منين والقصه والعبره والروايه. خلاص، ده علم الاجتماع. تمام كده. طيب تعالوا بقى نشوف الاسئله في الفصل ده عامله ازاي. مش هنلاقي اسئله كتير لان هو بيبقى سؤال واحد فقط في الفصل ده. تعالوا نشوف الاسئله. اول سؤال بيقول: يقال لا نستطيع ان نفهم الحاضر دون ان نعرف الماضي. يبقى ده العلاقه بين علم الاجتماع والايه؟ الماضي. يبقى ايه؟ تاريخ. الاسئله سهله. التجريب الثاني مصر 2021 تؤكد لبست ان احدى العلوم الاجتماعيه يهتم بالاداره العامه وكيفيه رفع اجهزه الحكوميه. الاداره ورفع الاجهزه. يبقى ده علم ايه؟ علاقه بين علم الاجتماع والايه؟ والسياسه. طيب السؤال اللي بعد كده: علم الاقتصاد يتناول دائرة الإنتاج، ولكن هناك بعض المحاور لا يستطيع أن يدرسها لوحده، مثل أثر العدالة الاجتماعية في الأسعار. طبعا احنا بنتكلم عن علم الاقتصاد ما هوش مرتبط غير بعلم الاجتماع. خلاص، فلو جاب لك أي علم تاني زي علم الاقتصاد علم السياسة هو مرتبط بعلم إيه؟ هو مش مرتبط غير بعلم الاجتماع، لأنك أنت بتحل علم اجتماع أصلا. تمام؟ طيب السؤال اللي بعد كده: ورد في أحد المراجع العامة أن الثروة لا توجد إلا في مجتمع ولا تنتج إلا عن طريق الأيدي العاملة ولا تتناول إلا بين أفراد تربطهم علاقات متبادلة ويمثلون أوضاعا اجتماعية معينة. استخلص من القول السابق العلاقة بين علمين من العلوم الاجتماعية وهما علمي
اي حاجه بتتكلم عن الثروه يبقى ده طبعا علم الاقتصاد. واكيد طبعا طالما هي اقتصاد يبقى وعلم اقتصاد يبقى مرتبط بايه؟ اكيد علم الاجتماع. تمام. بص، لما تلاقي يقول لك استخلص علاقه بين علمين، حته العلاقه بين علمين دي، وهتلاقي العلاقه بين علمين برضو. خلاص. هو العلمين دول ايه؟ اكيد علم الاجتماع وعلم من العلوم السته. تمام. فشوف العباره بتتكلم عن انهي علم من العلوم السته. تمام. اقتصاد ولا سياسه؟ اتكلمنا عن الثروه والانتاج والزراعه والثروه، يبقى احنا بنتكلم عن علم الاقتصاد. اتكلمنا عن السلطه والقوه والاداره والاجهزه والحكومه والسياده، يبقى احنا بنتكلم عن السياسه. اتكلمنا مثلا عن الماضي والحاضر والاحداث الفريده واللي حصل واللي كان واللي راح، يبقى بنتكلم عن التاريخ. اتكلمنا عن الحقائق المجرده والحقيقه واصل الحقيقه والكون والتفسير الكوني، يبقى احنا بنتكلم عن الفلسفه. طيب، فيقول لك العلاقه بين علمين ايه؟ علم الاجتماع وفلسفه، علم الاجتماع واقتصاد، علم الاجتماع وسياسه. طيب تعالوا نشوف الكلام ده. الدور الاول مصر 2022. يقول مؤرخ هيرودوت يقضي العرف عند بعض الشعوب بأن يحلق أقارب المصاب رؤوسهم، الشخص المصاب يعني المريض، رؤوسهم أثناء الحدادة، ولكن المصريين إذا نزلت ساحتهم محنة الموت فإنهم يطلقون شعر الرأس واللحية. احنا بنتكلم بقى عن عادات وسلوكيات أهو، عادات وسلوكيات معينة. خلاص، يعني سلوك معين، عادات معينة، يبقى احنا مش بنتكلم لا أكيد تاريخ. تقولي طب ما هو بيقول المصريين يعني بيتكلم عن حاجة تاريخية. لا، احنا ما بنتكلمش عن احداث فريده ولا احداث متكرره او غير متكرره، الكلام ده كله لا. هو بيتكلم عن سلوكيات. اي عباره بص بقى هتجيب لك كده فيها سلوكيات، يعني اي عباره كده هتلاقي سلوكيات زي كده، يحلق اقارب رؤوسهم واثناء الحلال ومحنه ومش عارف ايه والكلام ده كله. لو في سلوكيات زي كده يبقى احنا بنتكلم عن ايه؟ عن الانثروبولوجيا. خاصه لو السلوكيات دي تحس ان هي عادات او تقاليد. تمام. المصريين في شم النسيم بيعملوا كذا وبيعملوا كذا، انثروبولوجيا. المصريين بيروحوا يعملوا كذا وبيعلقوا الفوانيس وبيعملوا كذا في رمضان، انثروبولوجيا. تمام. اي سلوكيات وعادات وطقوس يبقى دي ايه؟ انثروبولوجيا. السؤال اللي بعده يقول غيدنز ان تعليم نظريه الدوله الى الرجال الذين لم يتعلموا المبادئ الاولى في علم الاجتماع هو مثل تدريس علم الفلك او الديناميكا الحراريه للرجال الذين لم يتعلموا قوانين نيوتن للحركه. تمام. يدلل ذلك على قول العلاقة علم الاجتماع بإيه بالظبط. هو بيتكلم عن نظرية الدولة، ونظرية الدولة برضو اتكلمنا عن نظرية الدولة. تمام. يبقى احنا بنتكلم عن السياسة. تمام كده. العلم اللي بيدرس نظرية الدولة، نظرية الحكومة، نظرية الدولة، برامج الإدارة، برامج الإدارة الحكومية، يبقى احنا بنتكلم فين؟ في السياسة. طيب، السؤال اللي بعد كده وده يعتبر آخر سؤال، إن علم الاجتماع يقوم بالفهم الشمولي للعمليات الاجتماعية المتكررة، المتكررة بالمجتمع وتحليل القوى الاجتماعية والثقافية والعسكرية التي لعبت احنا بنتكلم بصيغة الماضي اهو، لعبت دورا بارزا في تشكيل الواقع الاجتماعي في فترة زمنية معينة. يبقى كل ده بيقول لك علاقة علم الاجتماع بإيه؟ أكيد بالتاريخ طبعا، كل ده بنتكلم عن التاريخ. طيب تعالوا نشوف الفصل الثاني وهو الثقافة من منظور علم الاجتماع. الثقافة من منظور علم الاجتماع ده هيجي فيه 3 أسئلة، غالبا سؤالين اختيار من المتعدد وسؤال مقالي. والمقالي زي ما جه في التجريب ان شاء الله متوقع يكون في اشكال الثقافة، يعني يجيب لك حاجات كده او مثلا بلد بتتميز بايه، يقول لك استكشف نوع الثقافة او شكل الثقافة الموجود في العبارة ودل عليه بمثال. تمام كده. طيب، ايه هي الثقافة؟ الثقافة هي كل حاجة موجودة في المجتمع. يعني ايه كل حاجة موجودة؟ يعني هي اسلوب حياة المجتمع. خلاص. يعني طريقة التعامل، آداب التعامل، آداب الأكل، طريقة اللبس، طريقة ال التعامل مع الناس، ال- الملابس، الأكل، كل حاجة تعتبر ثقافة في المجتمع وبتشكل هوية المجتمع أو شخصية المجتمع، هي الثقافة. يعني مثلا زي ما بقول مثلا إن محمد ده شخصيته، ده شخص مثلا دغري وحد الطباع وجد ما بيضحكش، ده بيعمل، ده بيروح، ده بيجي، ده شكله كذا وعامل كذا وبيعمل كذا وبيحب كذا وبيكره كذا، دي شخصيته. المجتمع برضه له شخصية. الشخصية المجتمع هي ايه؟ ثقافته، طريقة الأكل، طريقة اللبس، العادات، التقاليد، القيم، اللغة، اللهجة، كل ديت بنسميها ايه؟ ثقافة. نقدر نقول كده الثقافة هي أسلوب حياة المجتمع واللي بتميز المجتمع عن المجتمعات. تمام؟ طيب تعالوا نشوف خصائص الثقافة. دي أكتر حاجة بتيجي فيها يعني هو سؤال أساسي لازم خصائص الثقافة. ايه خصائص الثقافة؟ عملية إنسانية. يعني
مفيش في الحيوانات مثلا طريقه اكل وطريقه لبس والكلام ده كله، لا لا مفيش الكلام ده. الثقافه هي الحاجه الوحيده اللي بتميز الانسان عن الحيوان. تمام كده. خلاص، يبقى رؤيه فكريه تقتصر على الانسان دون سواه، وناتجه عن عقل وابتكار ووعي الفرد، وده عقلي بيتميز الانسان عن الحيوان، يبقى ده ايه؟ عمليه انسانيه. طيب اللي بعد كده وهي عمليه اجتماعيه مكتسبه. يعني ايه عمليه مكتسبه؟ متعلمه مكتسبه اجتماعيه. يعني احنا بنكتسب الثقافه ما بنتولدش احنا عارفين بنتكلم عربي مثلا، لا ده احنا بنتعلم الكلام من صغرنا. ما بنتولدش مثلا واحنا عارفين مثلا نتعامل ازاي مع الناس، لا احنا الكلام ده بنتعلمه. فالثقافه عمليه مكتسبه بيتناقلها الاجيال من بعضها البعض عن طريق التعلم، ويتم غرسها في الفرد من خلال التربيه والتعليم، وتشربها الفرد من خلال التنشئه الاجتماعيه. خلاص، مش فطريه، مش ارثا بيولوجيا، ليست ارثا، ليست فطريه، ليست وراثيه. كل ده بتدل على انها ايه؟ متعلمه اجتماعيه مكتسبه. نتاج اجتماعي، لا يولد الفرد حاملا لها، لا يولد الفرد مزودا بها. كل دي بتدل على انها ايه؟ عمليه اجتماعيه مكتسبه. طب عمليه متغيره تتحرك نحو الافضل. يعني ايه بتتحرك نحو الافضل؟ يعني الدنيا بتتطور. يجي يقول لك ايه؟ الدنيا بتتطور، لو انت مش هتتطور يبقى انت هتفضل مكانك هتموت. يعني ايه؟ يعني الدنيا كلها بتتطور وبتعتمد على استخدام الانترنت والتكنولوجيا. تمام، فانت لازم كمان تتطور، يبقى انت عندك هذه المهارات. تمام. الدنيا بتتطور، وكل الشركات وكل الناس، الشركات والاعمال كلها بتحتاج لغه انجليزيه، فانت لازم يكون معاك لغه انجليزيه. فالدنيا بتتطور، تتحرك في معظم الاحوال نحو الافضل، والدليل عصر التكنولوجيا اللي احنا والذكاء الاصطناعي اللي احنا عايشينه. تمام. عشان كده بنقول تختلف من زمان إلى زمان في نفس المجتمع عملية سير نحو الأفضل، ترتبط بحجم المجتمع وتطور المجتمع وتقدم المجتمع وتحسن المجتمع، أو استخدام المجتمع مثلا لأنظمة حديثة أو آلات حديثة، يبقى دي متغيرة نحو الإيه؟ الأفضل. تمام كده. وليست حياة جامدة ميتة، تختلف درجة التغير باختلاف المجتمع إلى آخر، فيكون بطيء في المجتمع المنغلق سريع في المجتمع المنفتح. ونقول مثلا المجتمع بيستخدم ادوات تقدميه حديثه، استخدام انترنت، استخدام التكنولوجيا، يبقى ده بنتكلم عن ايه؟ يتغير نحو الافضل. عمليه متنوعه المضمون دي بقى اللي تعتبر زيها نسبيه كده، اللي هو يعني العاده اللي هنا ممكن تكون مقبوله، العاده اللي هناك ممكن تكون غير مقبوله. يعني مثلا زي ما احنا قلنا كده، شرب الخمره ممكن يكون مش مقبول عند الديانه الاسلاميه او المسلمين، ولكن ممكن يكون مقبول عند ديانات اخرى، او ممكن يكون في مجتمعات اخرى يعني. تمام كده. طيب، تحدد اسلوب، وقد ممكن يصل لحد التناقض التنوع ده. الثقافة تحدد اسلوب الحياة. يعني ايه تحدد اسلوب الحياة؟ يعني بتفرض على المشاركين نمط معين من الممارسات، يعني إلزامية، يعني جبرية، وتملي على الفرد طريقة معيشة. فاكر ظاهرة الجبر والإلزام في الظاهرة الاجتماعية؟ حتة الجبر والإلزام والظاهرة الاجتماعية ده الضبط الاجتماعي، قيسها على إنها بتحدد أسلوب حياة. تمام كده. يبقى الثقافة بتحدد أسلوب حياة، تقدر تختار منها إن هي إيه؟ جبر والإلزام. ولو جاب لك على الجبر والإلزام يبقى أنت تقدر تحدد أسلوب الحياة. بمعنى يعني ممكن أجيب ظاهرة اجتماعية، سؤال عن الظاهرة الاجتماعية، وأحط لك عليه خصائص الثقافة. تمام. يبقى احنا ممكن نختارها ايه؟ تحدد اسلوب الحياة، لان هو احنا بنقول بتفرض على الفرد ممارسات معينة. تمام كده. معيار للتنشئة لتيسير اعضائها، الفرد مجبر عليها وليس مخير. تمام كده. زي اشتهار بعض المحافظات بطبع معين مثل الاقصر بالسياحة ودمياط بصناعة الاساس، كل ديت اسمها اسلوب ايه؟ حياة. طيب، نيجي لعناصر الثقافة. عناصر الثقافة، الثقافة بتتكون من 3 عناصر: عموميات، وخصوصيات، ومتغيرات بديلة. تمام. طيب، ايه الفرق ما بينهم؟ العموميات دي الحاجات اللي بتميز الثقافة العامة، زي اللغة العامة للمجتمع مثلا، أساليب التحية للمجتمع معين مثلا. خلاص، فدي كده اللي بتميز هوية المجتمع، المجتمع المصري عن المجتمع الليبي، عن المجتمع التونسي، عن المجتمع مش عارف ايه، وهكذا. دي اسمها ايه؟ العموميات. طب الخصوصيات دي بقى العناصر الثقافية أو العادات اللي بتميز طبقة معينة أو جماعة معينة أو أفراد مهنة معينة من المجتمع. زي مثلا كده الجماعة القضاء، تمام، وزي مثلا المحامين، خلاص، اللي ليهم لبس معين بيميزهم، او الاطباء اللي بيلبسوا مثلا البلطو الابيض فده ليهم لبس بيميزهم، او الشرطه والجيش اللي ليهم لبس بيميزهم، او جماعه الازهر. تمام. فدول برضو، او القسيسين او الرهبان في الكنيسه، كل دول بيبقى ليهم لبس معين او تقليد معين في اللبس بيميزهم عن باقي الناس او باقي افراد المهنه الاخرى. وده بيبقى المجتمع كله بيبقى عارف فكره عن اللبس بتاعهم او التقليد ده. تمام. طيب، عشان كده لو اتكلمنا عن العموميات يبقى احنا اكيد بنتكلم عن ايه؟ يبقى احنا اكيد بنتكلم عن
حاجات بيشترك فيها غالبية أفراد المجتمع، السمات الأساسية، الزي، الأعياد، السلام الوطني، اللغة، اللبس، التحية، العادات التقاليد، قانون العقوبات، تسهم في تكوين الطابع القومي. كل ده ايه؟ تنمي روح الانتماء. كل ده ايه؟ بتدل على العموميات. طيب الخصوصيات بتختص بقى جماعة معينة زي ما احنا قلنا، خاصة بطبقة معينة، رجال الأزهر مثلا، الأطباء، المعلمين، القضاء، المحامين، تمام كده. المتغيرات البديلة، ايه هي المتغيرات البديلة؟ ودي بقى حاجة جديدة أو دخيلة على المجتمع، بتظل قلقة مترددة حائرة على سطح الثقافة. دي التجديدات اللي بتظهر في الثقافة، تمام كده. يعني الموضة في اللبس، الموضة مثلا في قصة شعر الولاد، ستايل مثلا في لبس البنات، تمام. دي كلها اسمها تجديدات واختراعات، او بنسميها متغيرات بديلة. خلاص، كل ما هو جديد ودخيل على المجتمع، جديد مش من ضمن اساسيات المجتمع وجديد على المجتمع، خلاص، فده بنسميه ايه؟ بنسميه متغيرات بديلة. استخدام مثلا برامج التكنولوجيا كلها برضه متغيرات بديلة. خلاص، ممكن يكون مثلا طريقة معينة في الحوار، لغة معينة، كلمة جديدة معينة زي كلمة الترند ديت، برضه دي متغيرات ايه؟ بديلة. خلاص، يبقى احنا كده بنقول ايه المتغيرات البديلة هي؟ بنقول منتجات جديدة، كمبيوتر، فيس، انترنت، موضة، ظهور نوع من الساعات، لغة فرنكية، موبايل، تليفون، تلفزيون، طائرات، مصانع، أسلحة. كل دي حاجات ايه؟ جديدة. طيب، نيجي لأشكال وأنواع الثقافة. في ثقافة مادية وثقافة غير مادية. الثقافة المادية الملموسة المحسوسة الحسية، يمكن ملاحظتها بالحواس زي المباني، الآثار، الأدوات، المدران، دي كلها اسمها ايه؟ ثقافة مادية. زي الأهرامات، زي المعابد، الملابس، كل دي ثقافة مادية. روسيا بتشتري بالسلاح، سويسرا بتشتري بالساعات، كل دي ثقافة مادية. ثقافة غير مادية زي طبعا آه معنوية، رمزية، روحية، صورية، عقلية، عناصر ثقافية مدركة بالعقل والفكر لا تلاحظ بشكل مباشر، زي الدين، العادات، التقاليد، المعتقدات، القيم، القوانين، الأعراف، السياسة، الفكر، السلوك. كل ده ثقافة غير مادية. طيب، وظيفة الثقافة. الثقافة لها وظيفة بالنسبة للمجتمع وبالنسبة للفرد. بالنسبة للمجتمع هي بتحدد أسلوب حياة، زي الخصائص. ازاي بقى؟ بتحدد أساليب الإنتاج قديمة وحديثة، بتحدد النظم الاجتماعية، بتحدد النظم السياسية، بتحدد النظم الاقتصادية، بتحدد النظم السائدة. خلاص، بت... نعيش ثقافتنا في كل تفصيلات حياتنا، مثل الميلاد والموت والزواج. كل دي بتدل على وظيفة الثقافة. تاني حاجة، إن وظيفة الثقافة كمان بالنسبة للمجتمع إنها بتمثل خلاصة التجارب والأزمات والحروب اللي إحنا عايشينها. طب وظيفة الثقافة بالنسبة للفرد بتعمل ايه؟ هي عبارة عن الضمير. ما الواحد بيقول لك ايه؟ انا مش براعي ضميري. طب الضمير ده عبارة عن ايه؟ الاتجاهات والقيم اللي انا اتربيت عليها، خلاص، بتاعت المجتمع. نقدر نقول ان هي وظيفة تكيفية. خلاص. طيب، خلق احساس لدى الفرد بالمجتمع بالوجود والاندماج والتجانس. بتدي للفرد، بتخليه يشعر بالولاء والانتماء داخل المجتمع، تمام. دي كده وظيفة الثقافة إيه للفرد. طيب، تعالوا نخش بقى في الأسئلة على طول ونشوف هي عاملة ازاي. بصوا بقى، هتلاقي معظم الأسئلة فين؟ في العناصر والخصائص. تعالوا نشوف. والأشكال يعني إلى حد ما. رصد أحد الباحثين الاجتماعيين ظاهرة جديدة على المجتمع المصري، حيث يستخدم بعض الشباب المصري اللغة الفرنكية في التواصل. ده حاجات جديدة، احنا مش من أساسنا إن احنا أصلا نستخدم اللغة الفرنكو، تمام. احنا نكتب بالعربي بس بالإنجليزي، يبقى ده إيه؟ متغيرات بديلة واضحة. طيب، تضع المجتمعات المدنية الحديثة قانون العقوبات الخاص بها من منع طبعا ده قانون العقوبات ده خاص بالمجتمع ككل، يبقى دي ايه؟ عموميات. ما تقوليش اصل دوت خصوصيات، ده عامل زي القضاء والمحامين. لا، انا كنت بقول لك اللبس بتاعه. انما بنقول نتكلم عن قوانين المجتمع، قوانين الدولة، يبقى دي ايه؟ عموميات. طيب، يميل أئمة المساجد إلى ارتداء الزي الأزهري، يبقى دي أكيد الزي الأزهري، يبقى ده إيه؟ خصوصيات. طيب، الدور التاني من مصر 2021، ظهور موضة جديدة في الملابس، موضة جديدة، قصات شعر لسه قايلها، يبقى دي إيه؟ يبقى ديت متغيرات بديلة. يعرف أحد المتخصصين أنها تلك العناصر الثقافية التي لا يشترك فيها جميع أفراد المجتمع، إنما يشترك فيها أفراد معينون من المجتمع، لكن فائدتها تعم الجميع، مثل المذياع. يعرف إن فائدته لكن لا يصنعه إلا فئة من المجتمع، يبقى تلك لا يشترك فيها جميع وإنما يشترك فيها أفراد معينون، يبقى دي إيه؟ الخصوصية، تمام. طيب، نيجي نشوف الامتحان اللي بعده. يقول عبد السلام إبراهيم: الرؤية الفكرية مهما كانت متماسكة وثاقبة لا تغير العالم. دون بشر يجعلون هذه الرؤية عدسة
الواثقة على عيونهم يتغيرون من خلالها ويغيرون العالم من خلالها. تمام. يبقى هنا كده بنقول الثقافة عاملة ايه؟ لسه كنا قايلين رؤية فكرية بيغيروا بيها العالم. تمام. وثقافة لا تغير العالم دون بشر. يبقى هو بيقولك لا يتم تغيير العالم بدون بشر، يبقى دي ايه؟ إنسانية. يقول أمين معلوف: وكلما شعر المهاجر بأن ثقافته الأصلية محترمة انفتح أكثر على ثقافة البلد المضيف. يدل ذلك على إحدى خصائص الثقافة هنا ايه؟ متنوعة الايه؟ المضمون. طب ليه؟ بقول لك شعر المهاجر بأن ثقافته الأصلية محترمة انفتح على أكثر على يعني هو بيشعر إن ثقافته محترمة. يعني إيه ثقافته محترمة؟ يعني ممكن ما نحترمش الثقافة، يعني عدم احترام الثقافة، أو يعني هي ثقافته إن هو بيروح المهاجر بيشعر إن ثقافته محترمة أو مش محترمة، الناس بتحترمها أو مش بتحترمها. ده بيدل على إيه؟ إن في اختلاف في الثقافات، إن الحاجة اللي ممكن تكون مثلا ما بيحبهاش والناس مثلا، او بيحبها والناس مثلا بتقدر ده. يا عم انا ما باكلش ده، او انا مثلا ما بشربش ده، فالناس بتحترم ده وما تحترمش ده، فده بيبقى حاجه كويسه. تمام. بس حته اصلا ان ثقافه المهاجر بيلاقي ان ثقافته مختلفه، فدي ايه؟ متناقضة المضمون. تمام كده. طيب تعالوا نشوف السؤال اللي بعد كده. يقول اسماعيل محمد الزيود ان كل مجتمع يتبنى انماطا ثقافيه معينه، ومن ثم تصبح هذه الانماط كمعيار للتنشئه. معيار للتنشئه لسه قايلينها في المفاتيح، ان لو كنا معيار التنشئه وبنربي عليها يبقى دي اسلوب الايه؟ حياه. خلاص، يبقى دي اسلوب حياه. لو اتكلمنا عن معيار للتنشئه وبنربي الافراد على حاجه معينه يبقى دي ايه؟ اسلوب حياه. طيب تشتهر بعض المدن في مصر بحرفة معينة مثل صناعة السجاد والكليم، ولذلك نجد معظم سكانها يعملون بهذه المهنة. يجسد المثال السابق إحدى خصائص الثقافة، وهي إنها إيه؟ متنوعة المضمون؟ لا، مفيش الكلام ده. تراكمية؟ لا. متغيرة؟ لا. أسلوب حياة. طيب ليه؟ لأن هنا بيتكلم عن إن دي مهنة معينة بتتميز مثلا بها البعض في مصر. اسلوب حياه، هم اسلوب حياتهم ان هم ان الحاجه ديت موجوده عندنا بتميزنا، فهي دي اسلوب حياتنا في ان احنا ازاي ننتج وازاي ان احنا ايه؟ نطلع انتاج. حتى موجود اصلا في وظيفه الثقافه اسلوب حياه تحدد اساليب الانتاج. طيب، فلو اتكلمنا برضو عن صناعات معينه وحرف معينه، خلي بالك يبقى احنا بنتكلم عن الثقافه ايه؟ اسلوب حياه. طيب الدور الاول مصر 2021 يعتبر برج خليفه معلما من معالم مدينه دبي بدوله الامارات العربيه المتحده. يزور السياح من جميع بلاد العالم للتسوق والسياحه. طبعا يعني برج خليفة أكيد ده شكل من أشكال الثقافة الإيه؟ المادية. طيب ما يميز المجتمع البدوي بأنه مجتمع مترابط تربطه العادات والتقاليد والقيم الاجتماعية والثقافية اليدوية والعتيقة التي توارثها الأجيال جيلا بعد جيل. تشير الفقرة السابقة لأحد أشكال الثقافة، وهي إيه؟ بيقول لك ما يميز بأنه مجتمع مترابط تربطه عادات وتقاليد. العادات والتقاليد دي تبقى إيه؟ معنوية. ثقافة معنوية. تمام. عرف ابن خلدون أن الثقافة بأنها المعارف والعلوم والآداب والفنون يتعلمها الناس ويتناقلونها وتحتويها الكتب. علوم ومعارف. هتقولي طب ما الكتب؟ أقول لك لا، هو بيتكلم عن العلوم والمعارف والآداب والفنون، ودي حاجات معنوية مش مادية. طيب تعبر الثقافة عن أفضل تجربة اجتماعية حياتية لعدة أجيال في المجتمع أدت إلى تراكم ثروة من المعرفة المتعددة، مما خلق إحساسا لدى أفراد المجتمع بالوجود والاندماج والتجانس داخل المجتمع. نستخلص من الفقر إحدى وظائف الثقافة الوظيفة الإيه؟ التكيفية، اللي هي وظيفة الثقافة بالنسبة للفرد. تمام كده. فهي اللي أدت تراكم الثروة من المعرفة مما خلق إحساسا لدى الأفراد بوجود المجتمع بالاندماج والتجانس. تمام، ان الفرد يحس بالانتماء والولاء والاندماج والتجانس، يبقى ديت ايه؟ حتى كلمه الاندماج والتجانس ديت بتدل على التكيف، واحنا خدناها قبل كده في العمليات الاجتماعيه. طيب السؤال اللي بعد كده يقول اسماعيل الزيود ان الانسان ياخذ ثقافته ممن يعيشون حوله، كم ان التعليم دورا تسهيل. يعني بيتكلم عن التعليم اهوت، والانسان بياخد ثقافته ممن يعيشون حوله، يبقى ديت بتشير ان الثقافه عمليه ايه؟ مش انسانيه ولا متغيره ولا انها مكتسبه متعلمه ايه. تمام. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول يتميز أهل النوبة بأن لهم قيم اجتماعية وعادات وتقاليد. عادات وتقاليد يبقى دي شكل من أشكال الثقافة إيه؟ المعنوية. طيب الدور الأول مصر 2022. خلاص، هنا بيتكلم برضه عن أحد عناصر الثقافة. تمام، احنا قلنا نبص على الاختيارات الأول كده، بيتكلم عن عناصر الثقافة. طب هو بيقول إيه؟ يقضي بروتوكول التعامل الاجتماعي في اليابان أن العمل أولا والعلاقات الشخصية ثانيا لا يكون هناك علاقات شخصية على حسب العمل. ده قانون في اليابان، يبقى ده إيه؟ عموميات. يبقى احنا كده لازم نتفق ان طالما قال لك قانون في دولة، قانون في اي دولة، يبقى ده على طول عموميات من غير ما تفكر. طيب بعد كده السؤال اللي هو
17. يؤكد علماء الاجتماع على أن الثقافات المنفتحة تقبل الموضة الجديدة، موضة جديدة وملابس، يبقى ده إيه؟ وقصات شعر، يبقى ده إيه؟ متغيرات بديلة واضحة خالص. السؤال اللي بعد كده، يقول أحد علماء الاجتماع أن كل مجتمع يبني أنماطا ثقافية معينة، ومن ثم تصبح هذه الأنماط معيار للتنشئة. تاني معيار التنشئة، يبقى ده إيه؟ أسلوب حياة. تتمتع إندونيسيا بالطبيعة الخلابة التي تجسدها الشلالات والجبال البركانية ومراعي المنحدرات ومباني قرى الريف، مما يجعل السياحة فيها خيارا للعائلة والأصدقاء. تمام كده. الطبيعة، الشلالات والجبال، دي يبقى دي ثقافة إيه؟ ده عفوا دي ثقافة إيه؟ مادية. دي مثال زي إيه؟ الأهرامات في مصر. تمام كده. المعابد. تمام كده. الكنائس، كل دي إيه؟ ثقافة مادية. طيب تعالوا نشوف الفصل الثالث، وبيتكلم عن العمل التطوعي. طيب الفصل ده كام سؤال؟ 3 أسئلة. فصل بسيط جدا، بس منه 3 أسئلة وهو بسيط. طيب في سؤال تطبيق، يعني غالبا بيديك فقرة أو عبارة عامة، وبيقول لك هنا إيه أنواع المشاركة اللي بتناسب الموقف ده. في عندي مشاركات العمل التطوعي اللي هي مشاركة مادية ومعنوية، ومشاركة مادية ومعنوية، ومشاركة عضوية. تمام. طيب وفي سؤالين لاكتشاف للنوع العمل التطوعي، ده محلي ولا دولي ولا إقليمي ولا مدرسي، مقصود غير مقصود. تمام. أو سؤال على قيمة من قيم العمل التطوعي. طب تعالى نشوف كده يعني ملامحة سريعة كده على المفاتيح وعلى الشرح والكلام ده كله. أولا، العمل التطوعي له نوعين، أشكاله له شكلين. في سلوك تطوعي مقصود، وفي فعل تطوعي غير مقصود. العمل التطوعي أنا بتبرع بجزء من المال أو الجهد أو الوقت عشان أعمل حاجة مثلا لصالح المجتمع أو لصالح الناس أو لصالح غيري. العمل التطوعي ده له شكلين، يا إما مقصود يا إما غير مقصود، سلوك تطوعي قصدي أو سلوك تطوعي غير قصدي. السلوك التطوعي الغير مقصود ده اللي بنسميه مثلا سلوك تطوعي، تمام، أو ممارسة تطوعية. ده مثلا لما يكون مثلا حد ماشي في الشارع وعربية تخبطه، راح جاي شده أنا أسحبه، ده حاجة إيه؟ إنسانية، موقف طارئ، حاجة يعني حاجة إنسانية، من دافع إنساني لازم أعمل كده. حد مثلا اتخبط فراح اطمن عليه، انت كويس مش عارف ايه، طب يبقى اجيب لك حاجه، اجيب لك عصير، كل ده دي اسمها ايه؟ ممارسات تطوعيه، زي انقاذ غريق، مشرف على الهلاك، وهكذا. طيب اما الفعل التطوعي ده اللي عامل زي مثلا، لا انا بنضم لمؤسسه معينه او انا بشارك في مشروع خيري معين. زي مثلا والله بيقول يا جماعه احنا عايزين تبرعات عشان نبني مدرسه او نبني مسجد او نبني مستشفى، فانا بتبرع بالمال. او انا مثلا اتطوعت علشان خاطر هنعمل حاجه، هننظف حته معينه، او هنعمل حاجه او نزرع حاجه معينه بالجهد، يعني يبقى ده ايه؟ ده برضه عمل تطوعي. خلاص انا مش مضطر لده انسانيا يعني، ولكن عشان انا حاسس بقيمه العمل ده وفائدته للمجتمع فانا بشارك فيه. خلاص. طيب يبقى احنا كده عند السلوك التطوعي، لو احنا قلنا سلوك تطوعي او ممارسه غير مقصوده او ممارسه تطوعيه طارئه او موقف اخلاقي او دافع ديني او شعور انساني او موقف مؤقت. طيب فعل تطوعي اللي هو الفعل القصدي، عمل قائم بذاته، ايمان المتطوع باهميته، خلاص، تضحيه بالوقت، تضحيه بالجهد، وهكذا. المشاركات التطوعية عندي 3 مشاركات، مشاركة معنوية، مشاركة مالية ومادية، مشاركة عضوية. أنا بشارك في العمل ده إزاي؟ عن طريق مشاركة معنوية. معنوية دي إزاي؟ بدافع عنه، بعرف الناس به، ب... مثلا بمدح فيه، خلاص، بدافع عنه مثلا. لو اتكلمنا عن دعاية غير مباشرة، تشجيع العمل، تحفيز، تدعيم، نشر الأفكار، دعوات العمل الخير، الدفاع، التعريف، تواصل، إلقاء محاضرات في الندوات، تنظيم حملة لحث الأفراد على التبرع، تثقيف الطلاب حول التطوع، تمام، التحفيز، تثقيف اهل القريه، تمام، اعداد صفحه على الفيسبوك لتوعيه الشباب، كل ديت مشاركات ايه؟ معنويه. تمام. طيب المشاركه الماليه هنا بقى تتبرع بالمال، مساعده ماليه، تتبرع باي شيء مادي، آه مثلا تبرع باشياء ماديه زي جهاز تنفس، جهاز عروسه، بناء بيت، حفر بئر، تمام، كل الحاجات دي كلها. طيب التبرع بالاغطيه، الملايات، الملاجئ المشردين، تقديم العاب الاطفال، تزويد جمعية خيرية بالخبز، أي حاجة عينية أو مادية أو مالية، يبقى ده إيه؟ مشاركة مادية. مشاركة عضوية، انتساب أو انضمام لفرد الجمعية مؤسسة خيرية. المشارك الفعلي، القيام بأعمال التنظيم، جهد بدني في وقت بيشارك بيه،
المشاركة في تنظيم كرتون مثلا الخير بأحد المؤسسات الخيرية، المساهمة بالجهد في تدريب الفتيات على الحياكة وتربية الدواجن. خلاص، ده اسمه ايه؟ مشاركة عضوية. المساهمة بأدوات الكهرباء والسباكة والمنازل والقرى الأكثر فقرا، المشاركة في إعداد تنظيم، وهكذا، ده اسمها ايه؟ مشاركة عضوية. تمام. طيب، المشاركة في إعداد وتنظيم قوافل الخير في مبادرة حياة كريمة مثلا، كل ديت ايه؟ مشاركة عضوية. طيب خلي بالك ان الحاجات دي كلها بيجيب لك الموقف يقول لك دي مشاركة معنوية ولا دي مشاركة عضوية ولا دي ايه بالظبط. طيب تعال نشوف قيمة العمل التطوعي. قيمة العمل التطوعي عندنا حوالي 5 قيم أو أهميات أو فوائد للعمل التطوعي. أول حاجة إبراز دور الجمعيات الغير حكومية. فطبعا العمل التطوعي بيبرز إزاي الجمعيات الأهلية والجمعيات الغير حكومية مهمة جدا للمجتمع، وإزاي بتحقق تقدم المجتمع، وإزاي بتساعد الفئات محدودة الدخل. ترسيخ قيم محورية. القيم المحورية دي زي إيه؟ زي الولاء والانتماء والعطاء وإظهار الوجه الإنساني والاحترام والترابط، كل دي قيم محورية. التوازن بين الروح الفرديه والجماعيه. وطبعا احنا قلنا الروح الفرديه والروح الجماعيه. الروح الجماعيه زي ما احنا شفناها كده في التعاون، اللي هي الطابع الدافع الغيري. خلاص، الدافع الانكار، انكار الذات عفوا، الايثار، عدم الانانيه، تحقيق مصلحه الاخرين. تمام. كل اي حاجه بنتكلم عن الحاجات دي احنا بنتكلم عن التوازن بين الروح الفرديه والروح الايه الجماعيه. القيمه السوسيولوجيه. القيمة السوسيولوجية للعمل التطوعي، ان هو من ازاي العمل التطوعي بيساهم في الحد من المشكلات وحل المشكلات، زي مشكلات البطالة. تمام. الحد من المشكلات، مواجهة الكوارث، الأزمات، الأمراض، العلل، الآفات الاجتماعية، حماية الشباب من البطالة والإدمان والمخدرات، ارتكاب الجرائم والعنف والتطرف والفراغ الفكري، تلبي احتياجات أساسية المجتمع. كل دي القيمة الإيه؟ السوسيولوجية. تمام. طيب، دور النظم الاجتماعية، لو اتكلمنا عن دور الأسرة، دور المدرسة، دور وسائل الإعلام، دور الجامعة، وسائل التواصل المختلفة، وهكذا. خلاص. طيب عندنا بقى نماذج العمل التطوعي. خلاص. عندنا داخل المدرسة واضحة خالص جميع الأعمال التطوعية اللي تتم داخل المجتمع التعليمي. خارج المدرسة يبقى في محلي، في مجتمعي، في إقليمي، في دولي. خلاص. ودي بتتفهم من خلال العبارة. خلاص. يعني احنا لو اتكلمنا مثلا عن جمعية مثلا على مستوى المنطقة العربية، يبقى ده إقليمي. على مستوى العالم يبقى ده دولي. في مصر يبقى ده محلي. خلاص. طيب، أهمية انتشار ثقافة العمل الحر. لا ده طبعا مش في العمل الحر، دي هتلاقي بس موجودة غلط. هنشوف بس أسئلة الامتحانات على طول في العمل التطوعي. أول حاجة، قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: الناس بالناس ما دام الحياء بهم، والسعد لا شك طارات وهبات، وأفضل الناس ما بين الورى رجل تقضي على يده للناس تفضي على يده للناس حاجات، قد مات قوم وماتت مكارمهم، وعاش قوم وهم في الناس أموات. يعكس قول الشافعي رضي الله عنه. طبعا إحدى أشكال العمل التطوعي هو العمل إيه؟ الفعل القصدي، مش الفعل الغير قصدي. التلاتة دول كلهم بنتكلم عن فعل غير قصدي، إنما هو الفعل الإيه؟ قصدي اللي بيدل على العبارة. خلاص. طيب، نيجي للسؤال اللي بعده. وقف الوقت أسلوب وقف الوقت أسلوب تربوي يستخدمه بعض الآباء لغرس قيم المشاركة والإيثار في نفوس أبنائهم، وذلك بالاتفاق مع إحدى الجمعيات الخيرية يتم جمع اشتراك الأطفال بالدوام. يعني الأطفال هيشتركوا في الجامعات، يبقى دي مشاركة إيه؟ عضوية. تمام. السؤال اللي بعد كده: من أبرز ما يميز التراث المصري القديم والحديث الجلباب الفضفاض. طبعا دي كده أشكال الثقافة، ثقافة مادية. السؤال هنا مش في مكانه، معلش. طيب السؤال اللي بعد كده بنقول ايه: استضافت احدى المدارس الثانويه بعضا من اولياء الامور الطلاب المتخصصين في الطب الوقائي والتغذيه الصحيه لالقاء المحاضرات والندوات. القاء المحاضرات والندوات ديت يعني ايه؟ هنا بقى ايه؟ ها، ازاي ان هم يواجهوا معالجه كورونا. تبقى هنا كده مشاركه ايه؟ مشاركه معنويه، مش مشاركه عضويه. دي مشاركه ايه؟ معنويه. خلاص. عشان بيقول بعض من اولياء الامور الطلاب هم بينصحوا ويدوا محاضرات وندوات تثقيفيه ازاي يواجهوا كورونا. هنا بيشاركوا مشاركه ايه؟ معنويه. طيب، الإعلان عن حملات، بعلن عن حملة معينة في مختلف وسائل الإعلام المكتوبة والمسؤول، يبقى دي مشاركة إيه؟ معنوية برضه. خلاص. طيب، أصل أنا بوست وشيرته على الفيس، يبقى ده مشاركة معنوية، أنا ما عملتش حاجة. طيب، حياة كريمة مبادرة رئاسية مع الجمعيات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني، تمام، للقضاء على الفقر. شارك فيها 932 شاب منتشرين في المحافظات. طب بيشاركوا في الحملة، يبقى دي مشاركة إيه؟ عضوية. تمام كده.
الدور الثاني مصر 2021. صندوق السعادة أسلوب تربوي يستخدمه بعض المعلمين لغرس قيمة الوفاء بين طلابه، حيث يضع الطالب جزء من مصروفه فيه، بيضع جزء من مصروفه، يبقى ده مشاركة إيه؟ مالية. قام بعض طلاب المرحلة الثانوية من الموهوبين في فن الجرافيك بتزيين جدران المباني والميادين العامة في مقر إقامتهم برسومات معبرة عن ثقافة المجتمع، وذلك لإشاعة جو من الفرحة والبهجة على وجوه أبناء مجتمعهم، يعكس الموقف السابق أحد نماذج العمل التطوعي. خلاص. طيب، مدرسي ولا أكاديمي ولا محلي ولا إقليمي؟ طيب، هو عامة هتقولي مدرسة عشان بيقولك طلاب الثانوية عامة، لأ، هو بيقولك تزيين جدران المباني والميادين العامة في مقر إقامتهم، يعني كل واحد ده من هنا وده من هنا وده من هنا يشوف الجدران ويزينهم، يبقى ده عمل إيه؟ تطوعي محلي. خلاص. طيب، تم الإعلان عن مبادرة طلابية لتزيين القاعات والممرات ورسم الجداريات في مجتمعهم التربوي. في مجتمعهم الإيه؟ التربوي. يبقى ده إيه؟ مدرسي. خلاص. طيب، السؤال اللي بعد كده، يبقى خلي بالك السؤالين اهو بنفرق ما بين المدرسي والمحلي. نخلي بالنا نفرق ما بين الإيه؟ المدرسي والمحلي. خلاص. قالك إيه؟ في مجتمعهم التربوي. تمام كده؟ هي ديت اللي بتخلينا نقول مدرسي. طيب، السؤال اللي بعد كده، تقدم فريق الكشافة تقدم الفريق الكشافة المدرسية بطلب للحصول على أشتال الأشجار لتوفيرها للمدرسة. طبعا عمل تطوعي داخل المدرسة اهوت، يبقى ده إيه؟ عمل تطوعي مدرسي. تمام كده؟ طيب، السؤال اللي بعد كده، يقول فيصل محمود أن العمل التطوعي يعزز المشاركة والتعاون في التنمية ويوزع مصادر القوة العامة في المجتمع، ويمنع احتكار تأدية الخدمات الواجبية من جهة واحدة، ويعزز التكافل والتضامن بين أبناء المجتمع. خلاص. طيب، هنا بيرسخ أحد قيم العمل التطوعي، وهي إيه؟ تلبي الاحتياجات الأساسية للمجتمع، ولا ترسيخ القيم المحورية، ولا ترسخ المصلحة العامة على حساب المصلحة الخاصة، ولا توضح دور النظم الاجتماعية؟ هتحس إن كلهم ينفعوا. طب تعالى نشوف، نقرأ العبارة تاني، هحس إن احنا السؤال ده مش بنجاوب يعني. إن العمل التطوعي يعزز المشاركة والتعاون في التنمية، ويوزع مصادر القوى العمل في المجتمع، ويمنع احتقار ويمنع، بص بقى اهي، ويمنع ايه؟ احتكار تأدية الخدمات الواجبة من جهة واحدة. شفت الإجابة فين؟ يمنع الاحتكار، يعني مفيش هنا مصلحة فردية، مفيش هنا أهم حاجة نفسي. عشان كده قلنا ايه؟ تغليب المصلحة العامة على المصلحة الايه؟ الخاصة في الإجابة دي. طيب، تعالوا نشوف السؤال اللي بعد كده. يقول فيصل محمود إن التطوع يساعد على تماسك المجتمع، وذلك من خلال تخفيف المشكلات الاجتماعية التي تواجه تخفيف المشكلات الاجتماعية التي تواجه المجتمع، مما يؤدي إلى زيادة رضا الناس وإشباع حاجتهم. خلاص. طيب، يبقى هنا كده بترسخ قيم محورية؟ لا، مفيش قيم محورية، ولا دور نظم اجتماعية، ولا مصلحة عامة ولا خاصة. هنا احنا احتياجات أساسية للمجتمع، أو ممكن نبدل الاختيار ده باختيار القيمة السوسيولوجية للإيه؟ للعمل التطوعي. طيب، تعالوا نشوف السؤال اللي بعد كده. يقول فيصل محمود تاني إن التطوع يزيد من اهتمام المتطوع بأهداف اجتماعية توجه طاقاته بعيدا عن الانحراف، ويكتسب خبرات حياتية تساعد على تكامل شخصيته وتطورها. بيساعد الشباب. خلاص. بعيدا عن الانحراف، توجه طاقته بعيدا عن الانحراف. اهي، دي الحته اللي فيها الاجابه اهي، طاقته بعيدا عن الانحراف. يبقى هو كده بيساعد على حل ايه؟ مشكلات الشباب. تمام كده؟ هو واضح بيقول لك مشكلات الشباب يعني. طيب، السؤال اللي بعد كده، تعتبر المشاركه الماليه في العمل التطوعي جهدا اراديا؟ واتكلم عن المشاركه الماليه كده. بقى سؤال التطبيق اهو، ايه بقى من الاختيارات ديت بيدل على المشاركة المالية؟ توعية الشباب؟ لا، دي مشاركة معنوية. تصميم موقع لمؤسسة خيرية؟ برضه مشاركة ايه؟ معنوية، او تعتبر عضوية اكتر. المساهمة بأدوات كهرباء والسباكة لمنازل القرى الأكثر فقرا؟ دي كده مشاركة ايه؟ عينية أو مادية. المشاركة في إعداد وتنظيم قوافل الخير؟ لا، دي مشاركة ايه؟ عضوية. تمام كده؟ طيب، تعالوا نشوف السؤال اللي بعد كده، وهو الدور الثاني مصر 2022. قيام بعض السكان بإنشاء وإعداد اللوحات التي تحث على نظافة الشوارع والمقتنيات المقتنيات العامة نتيجة تفشي فيروس كورونا في محيطهم السكني. يلخص الموقف السابق أحد نماذج العمل التطوعي. تمام. طبعا احنا بنتكلم عن تفشي فيروس كورونا في المجتمع ككل، أكيد يبقى احنا بنتكلم عن ايه؟ محلي. خلاص. طيب،
هو بيقول لك في محيطهم السكني، يبقى ده محلي، ما تقوليش دولي. خلاص، هتقولي فيروس كورونا ده موجود في العالم، انا بس هو قال لك في محيطهم السكني، يبقى ده ايه؟ محلي. السؤال اللي بعد كده، يرى الصادق رابح واخرون. فالدور الاول مصر 2022 بالمشاركه العضويه في العمل التطوعي، الانسان يقدم طوعيه دون اخبار من الاخرين وباراده داخليه على الاشراك كفرد في مؤسسات المجتمع المدني. ده احنا هنا بنتكلم عن ايه؟ بنتكلم عن مشاركه ايه؟ مشاركه عضويه. بنتكلم عن مشاركه ايه يا شباب؟ اهي عضويه. طب ليه؟ عشان قال لك الاشتراك كفرد في مؤسسات المجتمع المدني. طيب، انهي واحده من دول؟ المساهمه بالجهد في تدريب الفتيات على الحياه وتربيه الدواجن. خلاص. طيب، التثقيف اهل القريه دي مشاركه معنويه، اعداد صفحه معنويه، تقديم ادوات المطبخ ماديه. طيب، السؤال اللي بعد كده، يعد دعوه بعض المهتمين بالعمل التطوعي في محيط سكني، في محيط سكني، خلي بالك بقى، في محيط، طالما لقيت في محيط سكني ديت، يبقى احنا بنتكلم عن ايه؟ عن المجتمع المحلي، نموذج العمل التطوعي في المجتمع الايه؟ المحلي، مش المدرسي ولا الدولي. خلاص كده عرفناها بقى. طيب، تعالوا نشوف السؤال اللي بعد كده، وهنا بنقول الدور الاول مصر 2022، التطوع يؤثر في نسق القيم لدى الفرد. تمام. واحد المؤشرات الدالة على مستوى نضج الفرد هو ايه؟ الشعور بالمواطنة والانتماء للوطن، كما انه لا يعمل على زيادة كما لأنه يعمل على زيادة ثقة الفرد بنفسه ويكسبه مهارات عديدة. يعكس ما سبق أن العمل التطوعي يعمل على إيه؟ إبراز دور النظم المجتمعية؟ لا. تحديد آليات؟ لا. تبرز دور الجمعيات الأهلية؟ لا. هو مفيش غير ترسيخ التوازن بين الروح الفردية والاجتماعية، أو ترسيخ قيم اجتماعية بس هي مش موجودة في الاختيارات، فاحنا لازم هنختار ترسيخ التوازن أو ترسيخ قيم جماعية وقيم فردية. السؤال اللي بعد كده، اللي هو التجريب الأول 2023، أطلق أحد الأستراليين مبادرة لتنظيف أستراليا شارك بها عدد من الطلاب المدارس. السؤال تاني، أطلق أحد الأستراليين مبادرة تنظيف أستراليا شارك بها عدد من طلاب المدارس تتراوح أعمارهم بين 21 ل 15 عام بجميع الولايات الأسترالية، وقد حققت تلك المبادرة هدفها داخل جوه أستراليا. ما تقوليش ده دولي، لا مش دولي، هو بيتكلم داخل جوه المجتمع نفسه، يبقى ده إيه؟ محلي. تمام كده؟ طيب، تعال نشوف السؤال اللي بعده. يرى أحد المتخصصين أن العمل التطوعي من أكثر المجالات التي لا يختلف بشأنه عقيدة أو شريعة دينية، وذلك لما يحمله من معاني الخير والتعاون والتسامح. خلاص، وكافة المبادئ النبيلة التي إذا استثمرت بشكل صحيح فإنها تؤدي إلى نهضة الأمة ورقي المجتمع. بنتكلم عن التعاون والخير والتسامح، كل دي قيم محورية في المجتمع. فلو اتكلمنا عن الخير والتعاون والتسامح والأمانة، خلاص يبقى احنا بنتكلم عن قيم ايه؟ محورية. يبقى احنا عرفنا الإجابة منين؟ عشان حتة ايه؟ من معاني الخير والتسامح وكافة المبادئ النبيلة. تمام كده؟ طيب، السؤال اللي بعد كده، التجريب الأول مصر 2023، يرى أحد المتخصصين أن المشاركة المعنوية في العمل التطوعي تعني الجهد الذي يبذل عن رغبة واختيار بغرض أداء واجب اجتماعي بدون مقابل مادي أو جهد عضلي. تمام كده؟ يعكس الرأي السابق أحد المواقف التالية. تمام كده؟ أكيد هو بيتكلم عن عمل تطوعي. خلاص كده؟ بس أنهي نوع من أنواع المشاركة؟ تعالوا نشوف. نقولها تاني، أحد المتخصصين أن المشاركة المعنوية، إيه بقى من دول بيطبق المشاركة المعنوية؟ تثقيف الطلاب، دي كده إيه؟ مشاركة معنوية. طب المساهمة في تركيب وصلات؟ لا، دي كده تعتبر إيه؟ مشاركة عضوية. المساهمة في تركيب وصلات المياه عضوية. تجميع التلاميذ لجزء من مدخراتهم لتقديمها للمستشفى دي مادية. المشاركة في تنظيم كرتونة الخير من أحد المؤسسات الخيرية، لا دي كده مشاركة إيه؟ عضوية. الوحيدة هي طبعا تثقيف الطلاب، دي مشاركة إيه؟ معنوية. طالما اتكلمنا هنا عن التثقيف والوعي، يبقى احنا بنتكلم عن مشاركة إيه؟ معنوية. كده احنا خلصنا مراجعة الفصل الثالث بتاع العمل التطوعي، نخش على الفصل الرابع. تمام؟ طيب، العمل الحر هيجي منه كام سؤال؟ 3 أسئلة. كام سؤال؟ 3 أسئلة. سؤال تطبيق بيجيب فقرة معقولة عن العمل الحر، والاختيارات بتبقى عبارة عن أمثلة مواقف بتعبر عن العمل الحر، يعني بتختار. ده يعتبر سؤال سهل، بتشوف ايه اللي بيعبر، الموقف اللي بيعبر عن العمل الحر، وده سهل جدا ان انت تستنتجه او تكتشفه. وسؤالين بقى عاديين جدا في باقي الأجزاء بتاعة الفصل. تمام كده؟ طيب، تعالوا نشوف الأمثلة والنماذج عن العمل الحر. موظف وغير ملزم بأي عقد توظيف طويل الأمد. تمام.
مستقل بالكامل في اداره شؤون عمله، ده كده عمل حر. عمل ربحي يتم انجازه لصالح جهه ما ضمن عقد مؤقت يزول بمجرد تسليم هذا العمل وتسليم مستحقاته الماليه، تمام، يبقى ده عمل مؤقت او عقد مؤقت، يبقى ده عمل حر. تعاقد احد المتخصصين في التكنولوجيا مع شركه الحديد والصلب بحلوان على تركيب كاميرات مراقبه، يعني هما الشركه، هو راجل اتعاقد مع الشركه ان هما يركب لهم، يبقى ده عمل حر. تمام، مش هو شغال في الشركه، لا ده هو الراجل اتفق معاهم ان هو يركب لهم شركات. شخص يتعاقد على كتابه سيناريو فيلم لاحدى المؤسسات، يبقى ده عمل حر. مهندس ديكور تعاقد مع شركة مقاولات لتصميم ديكورات إحدى محطات المترو، خلاص، عشان يصمم لهم ديكورات ويحطها لهم، يبقى ده إيه؟ عمل حر. محامي بيقدم استشارات قانونية لشركة معينة برضو أو عبر موقع إلكتروني، يبقى ده عمل حر. مترجم بيكون مترجمة رسالة بحثية لأحد الباحثين، ده عمل إيه؟ حر. خلاص، شغل حر يعني. طيب، ايه العوامل المتأثر في العمل الحر؟ عندي يعتبر حوالي 5 أو 6 عوامل. الفرص اللي بتوفرها البيئة، يعني كل الإمكانيات اللي تستطيع البيئة توفيرها من سلع وخدمات وزراعة وصناعة. طيب، تكنولوجيا متوفرة، استخدام كل الوسائل التكنولوجية الحديثة في العمل، الحداثة الرقمية، تكنولوجيا وظائف، بيع إلكتروني، كل التكنولوجيا المتوفرة، كل ده بتساعد على وجود عمل حر. مستوى النمو الاقتصادي، يعني مستوى الرفاهية والرخاء والبطالة والمرتبات، كل ده طبعا مستوى نمو اقتصادي. قدرات وتفضيلات السكان، الديموغرافيا الاجتماعية، خلاص. يعني ايه الديموغرافيا الاجتماعية؟ هي بتخص بقى خصائص السكان، يعني لو اتكلمنا عن الذكور والنساء، تمام، الأعمار والشباب، كل ده احنا بنتكلم عن الديموغرافيا الايه الاجتماعية. تأثير الحالة الاقتصادية عند بلو، خلاص، بيقول بلو ان التقدمات التكنولوجية، خلاص، آه والتكنولوجيا الحديثة وتغير البيئة الصناعية خلت إن في شركات صغرى ليها فرص أفضل من الشركات الكبرى، أو الشركات الصغرى بيبقى ليها مزايا وبتقلل من مزايا الشركات الكبرى. تمام، يعني وجود تكنولوجيا كتيرة جدا خلت ان في شركات صغيرة ممكن تنتشر، وده بيقلل من مزايا الشركات الكبرى. يعني انا مش لازم اشتري كل حاجة ماركة يعني او براند، يعني لا، ممكن اشتري حاجات عادية جدا من شركات عادية جدا خالص. تمام، طيب، وهي بتبيع وبيبقى ليها طبعا سوق، خلاص. طب ايه اللي ساعد على كده؟ التكنولوجيا، تغير البيئة الصناعية، وده اللي بيقوله مين؟ بلو. طيب، تعالوا نشوف تأثير القيم الثقافية عند ديفيدسون. يبقى مين اللي اتكلم عن الحالة الاقتصادية؟ بلو. مين اللي اتكلم عن تأثير القيم الثقافية؟ ديفيدسون. بيقول ايه؟ منتهى البساطة، بيقول ان القيم الثقافية او الثقافة اللي احنا كنا بنتكلم عليها من شوية، العادات والتقاليد والقيم والكلام ده كله، ازاي بتأثر في العمل الحر؟ قال لك بتأثر من ناحيتين. تمام؟ اولا من ناحية الفرد، ودي بنسميها ثقافة الفرد، ودي سماها السمات النفسية للشراكة العملية السيكولوجية. تمام كده؟ وفي بقى ثقافة المجتمع، وسماها الشرعية الاجتماعية. يعني ايه؟ يعني في فرد عنده ثقافة العمل الحر. يعني ايه عنده ثقافة العمل الحر؟ يعني شخص عنده روح المجازفة والمخاطرة والتحمل والإصرار، وهفشل وهجرب تاني، تمام، وهشوف ده واشوف ده واعمل كذا واحاول، تمام، واتحمل الخسارة واتحمل الإحباطات واحاول مرة تانية. كل ده ثقافة الفرد، عقلية الفرد بمعنى أصح يعني. خلاص، الأفراد دول لما بيكونوا موجودين بيبقى موجود عمل حر. انما الاشخاص اللي بيخافوا من المجازفه والمخاطره ويقول لك لا ده انا مش عارف، ده انا ما اقدرش، ده انا خايف، ده انا هخسر، الناس ديت مش هتعمل عمل حر، وبالتالي مش هيبقى في عمل حر في المجتمع. يبقى اذا دي اسمها ايه؟ السمات النفسيه السيكولوجيه، اللي هي ثقافه وعقليه الفرد بمنتهى البساطه. تمام، فقال لك على المستوى الفردي ان الصفات النفسيه المتعلقه بالفرد نفسه زي الثقه بالنفس والمثابره وتحمل المسؤوليه وكل ده، تمام، كل ده بيخلي الفرد ايه؟ يشارك في العمل الحر او يعمل او يقدم على العمل الحر. والناس دي لو كترت هيزيد العمل الحر في المجتمع. عشان كده بيقول على المستوى الكلي الشراكه الجماعيه مجموعه من الافراد مع بعضهم البعض. الفكره دي كلها يعني الناس دي لما يكتروا في المجتمع فالعمل الحر يكتر في المجتمع. دي كده بالنسبه لايه؟ ده بالنسبه لثقافه الفرد. ثقافه المجتمع بقى اللي هي الرؤيه التانية، الشرعيه الاجتماعيه، بتقول ايه؟ بتقول المجتمع هيدي الشرعيه للفرد انه يقوم بعمل حر ولا مش هيقوم بعمل حر، وده على حسب ثقافه المجتمع. يعني ما ينفعش اجي افتح محل او اعمل مشروع في مجتمع رافض فكره المشروع ده. خلاص، تختلف من دولة لأخرى. هناك دول تشجع العمل الحر، وأخرى ترفض فكرة دولة توجه أفرادها للعمل الحر، تعتبره أمر مرفوض. وهذه طبيعة العادات والتقاليد اللي بتفرضها نفسها على الأفراد المجتمع. ثقافة العيب، العادات، التقاليد، القيم، خلاص، كل ديت ثقافات مثلا زي احتقار المهن والحرف. خلاص، كل ديت مثلا ما تشجعش الفرد ان هو يعمل عمل حر. تمام، يعني ممكن مثلا واحد
مثلا مهندس خريج كليه هندسه او خريج كليه طب، يقول لك يا عم انا الكليه دي مش عاجباني، انا عايز اشتغل افتح مع مطعم، وانا بحب الطبيخ وبحب اطبخ جدا، بس ثقافة المجتمع والبيئة اللي هو فيها أهله وأسرته وأقاربه هيرفضوا إن هو يعني لأ، أنت إحنا مش صرفنا عليك وعملنا يعني سياسة. برضه بعض المجتمعات اللي هو بعض الثقافات اللي هي تحتقر المهنة يقول لك لأ، إحنا صرفنا عليك علشان خاطر تبقى أنت طباخ ولا صاحب مش عارف أو بتعمل ده، مش هينفع خلاص. فدي مثلا حتة الشرعية الاجتماعية. طيب، تاني حاجة مثلا ممكن واحد مثلا آه عايز يفتح مثلا محل معين، مثلا رفض المجتمع يقول لك لا مش هينفع ان انت تفتح المحل ده او المشروع ده، مش هينفع، المجتمع ثقافته ترفض الفكرة دي خلاص. يبقى احنا بنتكلم عن ايه؟ على الشرعية الاجتماعية. تعال نشوف متطلبات العمل الحر. عشان نعمل عمل حر في متطلبات بتخص التخطيط والأداء. طيب على مستوى التخطيط، تمام، بنحدد السوق، تمام، تحديد الشريحة المستهدفة. انت مثلا عايز تعمل المشروع ده بتستهدف مين من العملاء؟ مثلا بتستهدف الرجال ولا الطلاب ولا الشباب ولا البنات ولا الأطفال ولا ايه بالظبط؟ هو محل لعب أطفال بيستهدف الأطفال خلاص. تحديد العمل، تحديد العملاء والزبائن، نوع المنتج يعني خلاص. طيب فانت بتستهدف فئة معينة، زي بالظبط كده الناس اللي هي بتاعت الايه، اللي عايز يعمل مشروع او بيعمل مشروع عنده مثلا وعايز يعمل اعلان ممول على الفيسبوك، فيجي يقول لك خلي بالك لازم تعمل استهداف حقيقي. يعني فين الفئة اللي انت بتستهدفها؟ وانت هتعمل مثلا اعلان لكل الناس؟ لا طبعا، للفئة اللي انا عايزها. انا مثلا ببيع محل ادوات مكتبية مدرسية او بعمل كتاب مدرسي، فانا بستهدف الطلاب اللي في الثانوية العامة مثلا، تمام كده، اللي هم فئة مثلا 18 سنة او مثلا 15 سنة 16 سنة، واللي هم مثلا في الثانوية العامة. انا عايز الفئة دي بس اللي بستهدفها. تحديد الاولويات، ايه اللي هم بيحتاجوه العملاء، ايه اللي هم مثلا الاهميه، ترتيب الاهميه اللي هم محتاجينه، الحاجات اللي محتاجها العملاء، ترتيب الاولويات. طاقم العمل، خلاص انا هجيب طاقم عمل الناس اللي هتشتغل معايا، المتخصصين وذوي الخبره والايدي العامله، طبعا ده طاقم العمل. مسألة التمويل، خلاص، يعني مصادر التمويل، انا همول مشروع ازاي، بالقروض ولا مصادر ازاي لتغطية تكاليف المشروع. خلاص. التنظيم والإدارة، ازاي هدير المشروع، طبعا هي حاجات واضحة. إدارة التمويل، ازاي انا هدير المكاسب والأرباح والمصاريف بتاعتي. خلاص. حساب التكلفة والكفاءة، وده لو اتكلمنا عن الجودة وإرضاء العملاء. حساب التكلفة والكفاءة ديت لما بنتكلم عن ازاي ان احنا نطلع افضل منتج باقل التكاليف، افضل الجودة باقل التكاليف. خلاص، ده حساب الايه، الكفاءة. تحسين الجودة، اتكلمنا عن الجودة واقل التكاليف. تحقيق النتائج جودة عالية دون التأثير على القيمة المساوية للمنتج. الموائمة، يعني انا اناسب جميع الفئات وجميع الاذواق، تمام. الابقاء على نفس خط الاداء، ان انا اكون منتج يتسم بالجودة وضمان استمرارية الجودة، تمام، وضمان استمرارية الجودة. يعني مثلا انا راجل هعمل كتاب مثلا اسئلة، ما طلعش الكتاب الاسئلة كل سنة. مثلا طلعت كتاب حلو أوي أول سنة يعني زي الفل، بعده مش حلو. طيب وليه؟ لا، انا لازم يكون في استمرارية، ما كانش احسن يبقى في استمرارية في الاداء، في الجودة. الشفافية والمحاسبة، يعني تقديم معلومات صحيحة وكافية ومساواة بين جميع العملاء، في أمانة ونزاهة، في إدارة حكيمة، كل ده إيه؟ بنتكلم عن الشفافية والمحاسبة. طيب التخطيط الاستراتيجي، لو اتكلمنا عن تطوير برامج وتصميم برامج جديدة تواكب التطور، تحسين جودة، تعمل برامج جديدة بتعمل تحسين جودة الإيه؟ المنتج، تمام كده. تعالى بقى نشوف الأسئلة في الفصل ده عشان يبقى احنا كده خلصنا الباب التاني. أول سؤال بيقول تعاقد أحد الشباب المبرمجين مع أحد الشركات الكبرى في التعمير للعمل على إعداد برنامج لنظم المحاسبة الإلكتروني للشركة. طالما يعني بص، هي السؤال واضح، يتعاقد الشاب مع أحد الشركات علشان يعمل لهم برنامج، شخص يعني شاطر في البرمجة يعمل لهم برنامج وكده يعني، يبقى ده إيه؟ عمل حر. خلاص. واحد شاطر في البرمجة فبيعمل برنامج أو بيعمل نظام أو بيعمل سيستم مثلا لشركة، سيستم للمحل. واحد مثلا شاطر في الديزاين، تمام، فبيعمل مثلا بوستات اعلان تسويق لمحل او لشركه وهكذا، تمام، فده كله اعمال حره يعني. طيب سؤال تاني، تعتبر شركة أوميو الخاصة بالسياحة والسفر الإلكتروني واحدة من أنجح الشركات التي تخفي وراءها قصة كفاح شاب هندي وهو نارين شام الذي بحث مطولا عن أساليب معقدة عن إمكانية تنقل الرخيص لتوفيرها للمجتمع. طبعا الراجل ده يعني يعتبر هنا عمل إيه؟ عمل حر، الشركة دي بتاعته فهو ده عمل حر. خلاص. ما تقوليش ده عمل خاص، أصل هو قال لك شركة خاصة، لا، هو بيتكلم عن الشخص صاحب الشركة. الشخص صاحب الشركة ده يبقى ده عمل ايه، حر. انما لو انا شغال في الشركة يبقى ده شغل خاص. خلي بالك برضو من النقطة دي، تمام.
يقول إيدوكو إنجوتي: أتذكر أنني عندما كنت في المدرسة الابتدائية كنت أذهب لشراء علب الحلوى وأبدأ في بيعها لكسب المال. الراجل هو بيروح المدرسة بيجيب علب الحلوى يبيعها للناس، فالراجل ده بيشتغل شغل حر لنفسه أهو، يبقى ده شغل إيه؟ حر، عمل حر. تمام. يقول لك ده عمل تطوعي ولا حكومي ولا خاص ولا حر؟ طبعا ده عمل حر. طالما في شركات وبيع وشراء والكلام ده كله أكيد ده طبعا يعتبر عمل حر. طيب، يقول ديفيد الستيوار صاحب شركة التكنولوجيا العالمية: لقد صارت في طريق طويل من الفقر والتميز. عن راجل بيحكي قصة تفاحه إن هو إزاي أسس شركته الخاصة، فده طبعا عمل حر. توصل أحد الباحثين في دراسة علم الاجتماع أن اتجاه طلاب التعليم الفني نحو العمل الحر كانت مرتفعة، ويعود ذلك لأن الطلاب لديهم الوعي بأهمية العمل الحر ودوره في استقلالية الفرد وتحقيق الاكتفاء الذاتي. طيب، نستخلص من هذه الدراسة أن إقبال الطلاب على التعليم الفني على العمل الحر بيرجع لإيه؟ ها، التشريعات الميسرة، ولا سهولة الحصول على التكنولوجيا، ولا تيسير قروض الشباب، ولا انتشار ثقافة العمل الحر؟ بسبب انتشار ثقافة العمل الحر. خلاص، هي أصلا مفيش غيرها، انتشار ثقافة العمل الحر، ده اللي موجود عندنا في المنهج، انتشار العوامل اللي بتؤثر في انتشار ثقافة العمل الحر. فهنا ده بيتكلم عن عامل أثر في انتشار ثقافة العمل الحر. تمام كده؟ طيب، تعالوا بقى نشوف الأسئلة المختلفة شوية. أثبتت إحدى الدراسات الاجتماعية أن قلة التوجه للعمل الحر يرجع إلى نقص التدريب وعجز وسائل الإعلام من جهة الاختصاص في توعية الشباب نحو العمل الحر. نستخلص من العبارات السابقة أو الدراسة السابقة يعني إحدى معوقات بيئة العمل الحر. وهنا إيه؟ هنا السؤال بقى غير تقليدي. هنا يعني اقرا وافهم وركز. ايه هنا اللي هيكون معوق من معوقات العمل الحر؟ ندرة التشريعات المنظمة. أكيد مفيش حاجة اسمها ندرة التشريعات المنظمة للعمل الحر، يعني أكيد لا، أكيد الدولة بتحط تشريعات تنظيم العمل الحر. طيب، ضعف مهارات الشباب لاستيعاب التغيرات التكنولوجية. ممكن تكون دي موجودة، ممكن ناخدها. طيب، التقاعس في نشر ثقافة العمل الحر. ممكن. ضعف تأهيل البيئة والتربية الصناعية. التلاتة دول ممكنين. تعال بقى نقرا تاني ونركز. أثبتت إحدى الدراسات الاجتماعية أن قلة التوجه للعمل الحر يرجع إلى نقص التدريب وعجز وسائل الإعلام وجهات الاختصاص في توعية الشباب. يبقى إذا هنا كده بنقول مفيش هنا ضعف مهارات الشباب، لا، ولا ضعف تأهيل بيئة. طب بيقول لك إلى إيه؟ ها، توعية الشباب نحو العمل الحر. هنا عجز أهو، خلاص، عرفت الإجابة فين؟ أهي، عجز وسائل الإعلام وجهات الاختصاص في توعية الإيه؟ الشباب نحو العمل الحر. يبقى هنا كده التقاعس في نشر ثقافة العمل الحر، هي دي الإجابة الصح. تمام؟ طيب، السؤال اللي بعد كده بيقول: يرى بعض المتخصصين أن العمل الحر هو أي عمل ربحي يتم إنجازه لصالح جهة ما ضمن عقد مؤقت يزول بمجرد تسليم هذا العمل وتسليم مستحقاته المالية. تمام كده؟ ينطبق الرأي السابق على أحد المواقف الآتية. يعني أنهي واحدة من دول يبقى ديت عمل حر؟ خلاص. خريج كلية الذكاء الصناعي تم تعيينه؟ لا طبعا. طالما تم تعيينه يبقى في شركة، يبقى ده مش عمل حر، ده عمل هو كده شغال شغل خاص. طيب، تعاقد احد المتخصصين في التكنولوجيا مع شركه حديد والصلب بحلوان على تركيب كاميرات مراقبه. هو مش شغال في الشركه، ده هو الراجل اتعاقد مع الشركه يركب لهم كاميرات، يعني الراجل عنده شغل حر، يبقى هي دي. طب تعالوا نشوف التانيين. فتاة خريجة كلية إعلام تعاقدت مع الهيئة الوطنية كمتحدث رسمي لها. لا، مش هتنفع. الله، طب ما دي زي دي. لا، هقول لك ليه. فتاة خريجة كلية إعلام تعاقدت مع الهيئة الوطنية للإعلام كمتحدث رسمي لها. ده هي كده شغاله في الهيئه الوطنيه للاعلام، هي تبقى المتحدث الرسمي، فهي كده شغاله في الهيئه الوطنيه. طب تعاقد احد خريج كليه العلوم كمدرس علوم. تمام، كمدرس علوم، هو كده ما فيش شغل حر، لان هو تعاقد كمدرس علوم باحدى المدارس، يعني هو شغال في المدرسه. خلي بالك الفكره منين. الفكره، فانا بقول لك واحد اتعاقد مع الشركه ان هو يعمل حاجه للشركه، انما انا متعاقد مع مدرسه هشتغل كمدرس، يبقى ده انا كده شغال في المدرسه. تعاقدت مثلا مع، انا مبرمج وتعاقدت مع احد الشركات علشان مثلا هشتغل فيها مراقب لحاجه معينه، هعمل كمراقب. بص، طالما قالك التعاقد ده للشخص ده او الفني ده ان هو هيبقى له عمل، تمام، خلاص، يبقى كده مش شغل عمل حر. انما ان هيعمل للشركه حاجه، تمام، يبقى ده ايه؟ يبقى ده كده عمل حر. يعني لو لاحظت في الثلاث اختيارات دول ايه؟ تمام كده: مدير، تعاقد كمدير، تعاقد كمتحدث رسمي، تعاقد كمدرس، تعاقد كموظف، مثلا كمسؤول شؤون قانونية، كمسؤول اللي مش عارف
الجودة مراقب مش عارف كذا. طالما في مسمى وظيفي في الموقف ده يبقى ده ايه؟ ده كده مش عمل حر، ده شغل خاص او اي شغل تاني. تمام. انما الشغل الحر لو هو بيتعاقد مع الشركة عشان يعمل لهم حاجة. خلاص. يعني مثلا ما اجي اقول تعاقد مثلا احد المصممين او احد يعني المتخصصين عشان يركب لهم قدم، هيعمل حاجة للشركة، يبقى ده ايه؟ عمل حر. تعاقد احد المبرمجين مع احد الشركة مع شركة كذا 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 عشان يصمم لهم سيستم. تمام. تعاقد احد المبرمجين او المصممين علشان يعمل لهم ويب سايت او موقع، هيعمل حاجه للشركه، يبقى ده عمل ايه؟ حر. خلي بالك من النقطه دي كويس. تمام. طيب تعاقد برضو احد المصممين علشان هيعمل دعايه لشركه معينه او مؤسسه معينه، خلاص، او حمله اعلانيه او حمله تسويقيه، يبقى ده ايه؟ يبقى ده عمل حر. تمام كده. طيب تعال نبص على السؤال اللي بعد كده. قال الدكتور مهدي القصاص: تشير الدراسات إلى أن العوامل التي تدفع إلى العمل الحر مثل تدني مستوى الرفاهية والرخاء والبطالة وتدني المرتبات في قوى العمل النظامية كمحفزات تدفع الفرد نحو العمل الحر. استنتج من القول السابق أحد المؤثرات تؤثر في العمل الحر. بيقول إيه؟ مثل تدني مستوى الرفاهية والرخاء والبطالة، كل الحاجات دي كلها مرتبطة بالإيه؟ بالاقتصاد. تمام. يبقى مستوى الرفاهية، مستوى النمو، مستوى الرخاء، مستوى البطالة، كل ده إيه؟ حالة اقتصادية. خلاص. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول: قال بيتس جيتس. يبقى خلي بالك برضو في السؤال ده احنا تخلي بالك منه. يبقى العمل الحر ده في شوية حاجات كده تخلي بالك منها. تمام. مستوى الرفاهية، الرخاء، البطالة، خلي بالك. تمام. طيب السؤال اللي بعد كده: قال بيتس جيتس او بيل جيتس المفروض: الثورة المعلوماتية الرقمية والأعمال التجارية أصبحت متشابكة بشكل وثيق. أنا لا أعتقد أن أحد يمكنه الحديث عن الواحد دون الحديث عن الآخر. تمام. استنتج من القول السابق أحد العوامل المتأثرة على العمل الحر. رقمية. طالما اتكلمنا عن ثورة معلوماتية رقمية يبقى احنا بنتكلم عن التغيرات الايه؟ التكنولوجية. يبقى التغيرات التكنولوجية دي تختارها امتى؟ لو اتكلم عن ثورة معلوماتية، ثورة رقمية، يبقى أكيد طبعا بنتكلم عن ايه؟ عن التغيرات التكنولوجية. تمام كده؟ يقول سام والتون: نعمل جميعا معا فهذا هو سر نجاحنا. نستنتج من القول السابق أحد عناصر بيئة العمل الحر، وهو ايه؟ الثقافة الفردية، تغيرات تكنولوجية، ولا الشراكة الجماعية؟ الشراكة الجماعية، عشان بقول نحن نعمل جميعا معا. خلاص. يبقى دي شراكة جماعية. خلاص. طيب دي مش موجودة قوي يعني في المنهج، بس انت بتستنتجها من فهمك للعبارة والربط ما بين العبارة والمنهج. فأكيد مش ثقافة فردية. هو بيقول لك ايه؟ جميعا نعمل معا، يبقى دي ايه؟ شراكة جماعية. طيب قال عثمان أحمد عثمان، ده صاحب شركة المقاولات: لا أحب أبدا المواقف المترددة وأميل إلى الحسم السريع للأمور دون الإغراق في التمحيص والتدقيق والدراسة. تمام. طريقتي في الإدارة لا تكتب ولا تقرأ بل تمارس. يبقى أهم حاجة الممارسة، يعني الأداء. أنا مش هقعد أخطط بقى وأقعد أفكر وأدرس وأخطط وأدقق، لا، أنا على طول بإيه؟ بنفذ. يبقى بنتكلم عن إيه؟ يعكس القول السابق أحمد طبعا من الحر، هو إيه؟ الاداء. بص احنا ما عندناش لا متابعه ولا عندنا تقويم، احنا عندنا اتنين بس: تخطيط واداء. تمام كده. يبقى ده الايه؟ الاداء. طب لو قال لك يخالف، يبقى يخالف التخطيط. تمام كده، لانه بيتكلم ايه؟ طريقات التدقيق والتمحيص، ده كده بيتكلم عن التخطيط، ولكن هو بيقول لك ايه؟ بل تمارس، الممارسه الاهم. يبقى ده الايه؟ الاداء. خدت بالك؟ تمام. يبقى هو اتكلم عن ايه؟ قال لك بل تمارس، يبقى ده الايه؟ ده الاداء. طيب السؤال اللي بعد كده: كان لدى هنري فورد رؤية عالمية بأن حماية المستهلك هي المفتاح للسلام. تعكس الرؤية أحد متطلبات العمل الحر. خلاص. بيقول حماية المستهلك هي المفتاح للسلام. تحديد السوق؟ لا. تخطيط استراتيجي؟ لا. شفافية محاسبة؟ لا طبعا. هي تحديد الأولويات. أنا أولويتي هي إيه؟ المستهلك. أهمية حماية دي أول حاجة هو بيأكد عليها. حماية المستهلك هي المفتاح للسلام، يعني دي هنا كده بيحدد أولويته. أهم حاجة إن إحنا نحمي المستهلك، فدي كده بنتكلم عن إيه؟ عن تحديد الأولويات. يبقى لو كان لمنا كده كمان بنوات عن حماية المستهلك، يبقى إحنا بنتكلم عن إيه؟ عن تحديد الأولويات. خلاص؟ طيب السؤال اللي بعده: يهدف المستثمرون في الشركات الأمريكية إلى تحقيق الربح المادي
بينما تهدف الشركات اليابانية إلى زيادة الحصة التسويقية. خلاص، يبقى كل واحدة وليها إيه؟ أولوياتها. يبقى لو احنا اتكلمنا عن تهدف إلى تحقيق الربح، وده تهدف إلى، يبقى احنا بنتكلم عن إيه؟ تحديد الأولويات. خلاص، يبقى خلي بالك برضو لو اتكلمنا عن يهدف إلى أهو. خلاص، يبقى احنا بنتكلم عن إيه؟ عن تحديد الأولويات. طيب، السؤال اللي بعد كده يقول أفلاطون: لا تطلب سرعة العمل بل اطلب تجويده، لأن الناس لا يسألونك في كم فرغت منه بل ينظرون إلى إتقانه وجودة صنعه. تكشف المقولة السابقة عن أحد متطلبات العمل الحر، وهنا إيه؟ الإبقاء على نفس خط الأداء، تحديد السوق. لا، مش تحديد السوق، مفيش هنا تحديد السوق. طيب، التخطيط الاستراتيجي للعمل، لا، هو بيتكلم عن الجودة في العمل. خلاص. الشفافية والمحاسبة عند تحديد الأولويات، لا، هو أصلا الشفافية والمحاسبة موجودة في الأداء مش موجودة في التخطيط، وتحديد الأولويات ديت موجودة في التخطيط، فأصلا الاختيار ده غلط. مفيش آلية واحدة بس اللي بتقع على نفس خط الأداء، وهي دي الوحيدة اللي بتتكلم عن الجودة، وإن أنت لازم مستمر على الجودة في الأداء. طيب، السؤال اللي بعد كده: من المقصورات إن لم تقم ببناء أحلامك سيقوم أحدهم بتوظيفك لتحقيق أحلامه. يعكس هذا القول أحد مزايا العمل الحر، هو تنفيذ طبعا الطموح. الأحلام يعني الطموح، فالسؤال واضح. طيب، الدور الأول مصر 2022: مع التطور السريع والمتلاحق تضع الشركات العالمية دائما برامج منهجية تسعى من خلالها إلى تحقيق تصور واضح حول مستقبل شركاتهم من أجل ترجمته وتحويله إلى أهداف تعتمد على سلسلة من الخطوات، كشركة مايكروسوفت التي قامت بتطوير برامجها وتصميم برامج جديدة كبرنامج تيمز لتواكب تلك التطور. تمام. يعكس المثال السابق أحد متطلبات العمل الحر، وهو إيه؟ اتكلمنا عن التطور او مواكبة التطور يا معلم. يبقى احنا اكيد بنتكلم عن التخطيط الاستراتيجي. تمام. طالما احنا اتكلمنا عن مواكبة التطور، يبقى احنا بنتكلم عن ايه؟ عن التخطيط الاستراتيجي. تمام كده. يبقى ده راجل عنده تخطيط استراتيجي في تطور، لا انا لازم اواكب التطور. طيب، السؤال اللي بعد كده: قامت إحدى الجامعات المصرية برفع مستوى وعي طلابها بأهمية التدريب التحويلي لإكسابهم المعارف والمهارات التي يتطلبها العمل الحر للحصول على فرصة عمل من خلال الندوات وورش العمل. نستخلص من ذلك أن تحسين بيئة العمل الحر يستلزم انتشار ثقافة العمل الحر، ولا التغيرات التكنولوجية، ولا التشريعات الاقتصادية، ولا تمهيد البيئة التربوية والصناعية. لا، تحسين بيئة العمل الحر بيستلزم انتشار ثقافة العمل الحر. خلاص. ليه؟ لأن ده العنصر الموجود عندنا، انتشار ثقافة العمل الحر. تمام كده. طيب، لأن أصلا من العوامل اللي بتساعد على انتشار ثقافة العمل الحر هي التغيرات التكنولوجية وتمهيد البيئة والتربية الصناعية. بس هو أصلا ما بيقولكش هو إيه العوامل اللي بتساعد على انتشار ثقافة العمل الحر. هو بيقولك نستخلص من ذلك أن تحسين بيئة العمل الحر يستلزم انتشار ثقافة العمل الحر، فأنا لازم أختار ثقافة العمل الحر أصلا. تمام. طيب، الدور الأول مصر 2022. تمام. طيب، لو الحتة دي برضو يعني مش فاهمها قوي. بص، هو قال لك قام احدى الجامعات المصريه برفع مستوى الوعي. طالما اتكلمنا عن الوعي يبقى احنا بنتكلم عن ثقافه العمل الحر من الاخر. طالما احنا اتكلمنا عن رفع مستوى الوعي يبقى احنا بنتكلم عن انتشار ثقافه العمل الحر. وده ايه؟ قلنا قبل كده ان هو اتكلمنا عن رفع مستوى ايه؟ الوعي. تمام كده. طيب، نيجي للسؤال اللي بعد كده: يرى جي ان العامل الحر وشخص موظف ذاتيا وغير ملزم بأي عقد توظيف طويل الأمد، فقد يكون هذا الشخص مستقلا بالكامل في إدارة شؤون عمله بصفته الشخصية، أو ممثلا لشركة تقوم بمهمة التسويق أو بيع الخدمة أو السلعة التي يعمل عليها الشخص. يجسد رأي جي إيه؟ شرحناها قبل كده. شاب خريج كلية ألسن تعمل كمترجمة في مسمى وظيفي؟ لا، مش هو. شاب خريج لغة عربية يعمل كمدقق؟ لا، طالما في مسمى وظيفي لا. توظيف أحد كلية حقوق كمحامي في مسمى وظيفي؟ لا. شخص يتعاقد على كتابة، في عمل بيعمله اهو، كتابة سيناريو الفيلم لإحدى مؤسسات الإنتاج. وضحت الجزئية دي؟ طيب، الجزئية اللي بعد كده: عندما تنشأ علاقة عمل بين صاحب الشركات وأحد العملاء يتوجب عليه تقديم معلومات صحيحة وكافية وتلبي توقعات ذلك العميل حول نتائج أعماله. تمام؟ تقديم معلومات صحيحة وكافية. طالما احنا اتكلمنا عن تقديم معلومات صحيحة وكافية يبقى احنا بنتكلم عن الشفافية والمحاسبة. يبقى خلي بالك، اتكلمنا عن عن معلومات صحيحة وكافية. تمام كده؟ طيب، السؤال اللي بعد كده:
تقول اعتماد محمد علام: يحرص رواد الأعمال على تدعيم المبادئ التي توجه سلوكياتهم والتي تتمثل في الحرص على توفير المنتج المناسب لمتطلبات سوق العمل من حيث أهمية الوقت وأسلوب الحياة داخل وخارج المشروع. تمام. نستخلص من العبارة السابقة إحدى بيئات العمل الحر، وهي إيه؟ البيئة الصناعية ولا النواحي الاقتصادية ولا التغيرات التكنولوجية ولا القيم الثقافية؟ لا، طبعا القيم الثقافية، لأن بقول إيه؟ تدعيم المبادئ التي توجه سلوكياتهم والتي تتمثل في الحرص على توفير المنتج المناسب لمتطلبات السوق من حيث الأهمية. يبقى دي كده اسمها إيه؟ قيم ثقافية. تمام؟ لأن هو بيتكلم عن مبادئ، تدعيم المبادئ اللي بتوجه سلوكيات في العمل الحر. تمام؟ طيب، السؤال اللي بعد كده بيقول: كان هنري فورد يعمل بالزراعة بعد تركه المدرسة وهو في عمر ال 15 سنة. أعجب بالآلات الزراعية وعزم على دراستها، وظل يعمل ميكانيكيا مسخرا كل جهده لصناعة نوع جديد من المحركات حتى أصبح يملك شركة من أكبر شركات السيارات اليوم. يعكس المثال السابق طبعا، الراجل اجتهد لحد ما بقى عنده شركته الخاصة، يبقى ده أكيد عمل إيه؟ حر. كده احنا خلصنا فصل العمل الحر، وان شاء الله المره الجايه هنخش طبعا، او الفيديو الجاي هنخش في ايه؟ هنخش في الباب الثالث بتاع علم الاجتماع، ويكون خلصنا مراجعه علم الاجتماع. وان شاء الله تكون مراجعه عجبتكم والشرح عجبكم، وما تنسوش تشتركوا في القناه.